بنبدأ مع بعض الموسم الثالث بجين وهو بيقرا مانجا جنتاما في الشونن جامب، وبيقول لنفسه هم لسه بيعملوا الهبل ده، لازم يحسنوا من نفسهم عشان يقدروا ينافسوا وان بيس وناروتو وهانتر اكس هانتر. في الوقت ده بيكون قاعد جنبه واحد من اللي شغالين على المانجا واللي بينهار من الكلام الزفت اللي سمعه من جين، فبيروح معاه البيت عشان يعرض عليه شويه افكار. واول ما بيدخلوا بيلاقي جين ان المؤلف عباره عن غوريلا، وبعد فتره من الاندهاش بيبدا يعرض افكاره. بيقول له ان جنتوكي لازم يتغير شكله، وده من خلال انهم يعملوا له صوره ظل مميزه زي لوفي كده في وان بيس، وريوك في ديس نوت، وايتشيجو في بليتش، وحتى شخصيات دراجون بول. ولازم يبقى فيها اشرار اقوياء زي الشيتشيبوكاي او الاكاتسوكي. وبعد افكار كتير مبهره ومسروقه زي ما شفنا، بنلاقي جين بيقرا الاصدار الجديد من الشونن جامب، وبيقول لنفسه ان جنتاما لسه ممل زي ما هو، يا ريت ينتهي بسرعه عشان انا زهقت. بس كل ده كان هزار طبعا، ماشيين بمبدا اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك، متصالحين قوي مع نفسهم. تعالوا بقى نبدا مع بعض ونشوف هم عملوا ايه جديد في الموسم الثالث عشان يجددوا من نفسهم. وبنشوف هنا اعضاء شينسينجومي مبهورين بالسيف الجديد بتاع يامازاكي، لحد ما بيظهر سوجو وبيشوفوا معاه السيف الجامد قوي اللي فيه مدخل سماعات عشان يقدر يسمع اغاني. وبنلاقي كوندو هو كمان معاه سيف غريب زي بتاع سوجو، بس فيه روله من قدام بيقدر ينظف بيها الارض. هما فعلا جددوا من نفسهم قوي عن طريق انهم زودوا جرعه السخريه. بعدها بنشوف هيجيكاتا وهو رايح يصلح سيفه القديم، لانه شايف ان السيف مش بيدي قيمه للي شايله، على قد ما العكس هو اللي صحيح. وبياخد سيف تاني على ما القديم يتصلح، بس الحداد بيقول له ان السيف ده ملعون وبيلتهم ارواح اللي بيستخدموه. واول ما بيخرج من المكان بيلاقي مجموعه من الجوشيشي بيحاولوا يقتلوه، ودي فرصه حلوه قوي عشان يجرب السيف الملعون ده. وفجاه بيلاقي نفسه على الارض وبيترجاهم يسيبوه يمشي، وبيطلع محفظته وبيقول لهم ياخدوا كل اللي فيها. فبيبداوا يضربوه ويهنوه لحد ما بيظهر واحد قوي تبع الشينسينجومي وبيهزمهم بكل سهوله. والشخص ده يبقى ايتو كاموتارو، وكلهم بيقولوا له ايتو سينسي. قدر بقوته ودماغه العبقريه انه يبقى مشهور في الشينسينجومي، وكل السياسيين وكبار الحكومه بيعملوا له حساب. وهو وهيجيكاتا مش بيحبوا بعض، وهنا بنشوفهم بيتوعدوا انهم هيقتلوا بعض في يوم من الايام. بعدها بيقعد كوندو مع هيجيكاتا وبيفضل يشكر في القوانين اللي هو حطها للشينسينجومي واللي اسمها كيوكيتشو هاتو، ودول عباره عن 45 قانون، وكسر اي قانون منهم عقوبته الاعدام على طريقه السيبكو او الهاراكيري. فبيحس هيجيكاتا انه بيقول كل ده عشان ناوي يتنازل عن القياده لايتو، او على الاقل هيشاركوا القياده. وبيقول له انه بيلعب في دماغه وانه وراه حاجه غريبه. ده حتى قدر انه يكون حلفاء من زمايله اللي انضموا للشينسينجومي معاه في نفس التوقيت، يعني ممكن يكون عاوز يستولي على الشينسينجومي. وفجاه بيسيب المكان وبيمشي لانه افتكر ان عرض برنامجه المفضل توموي 5000 قرب يخلص وهو نسي يسجله. بعدها بنشوف الشينسينجومي بيعذبوا واحد من الجوشيش عشان يعرفوا المقر بتاعهم، لكن هيجيكاتا بيطلب منهم يخرجوا عشان هيبدا هو يتعامل مع الخسيس ده. ودي هي طريقته في التعامل مع الجوشيشي، قاعدين بيتكلموا عن الحب. بس ما تفهموش الموضوع غلط، كل ده بسبب السيف الملعون اللي معاه. ولما بيعرف سوجو بموضوع السيف بيطلب منه يشتري له شويه حاجات بما انه بقى مطيع. في الوقت ده بنلاقي الشينسينجومي عاملين اجتماع مهم وهيجيكاتا متاخر عنه، فبيبدا ايتو يتكلم عنه وبيقول انه كسر 10 قوانين من الكيكوتشو هاتو، وانه لازم يتعاقب عشان الباقيين ما يفكروش يقلدوه. وفجاه بيظهر هيجيكاتا بالحاجه اللي كان سوجو طالبها، وبيكتشف ان هما الاثنين شغالين مع بعض عشان يوقعوه. وبنعرف بعدها ان هيجيكاتا تم وقفه من الشينسينجومي وان ايتو بيحاول يعدمه. وبنعرف ان سوجو بيساعد ايتو عشان يبقى في منصب نائب القائد، وده طبعا بعد ما يبقى هو القائد. بعدها بنشوف شينباتشي ومجموعته اللي بيشجعوا اوتسو في برنامج بيهاجم الاوتاكو، لكن شينباتشي بيحاول يحسن صورتهم قدام المجتمع. وبنشوف برضه هيجيكاتا وهو مغير شكله عشان محدش يعرفه، وكل ده بسبب السيف برضه. وهو هنا مع مجموعه محبي الانمي، وبيفضلوا يتجادلوا عن الشخصيات المشهوره زي اوتسو وشخصيات الانمي الافتراضيه. وبينزل هيجيكاتا بالقضيه وبيقول ان الاثنين مستحيل يوصلوا لهم او يرتبطوا بيهم، ما يعرفوش ان هيجي وقت زي اللي احنا فيه ده هيكون في ناس بيتجوزوا شخصيات انمي. بعدها بيروح هيجيكاتا مع شينباتشي لليوروزيا وبيقول لهم على قرار وقفه، وانه قرر يبقى نيت ويقعد في البيت من غير شغل. وبيقول لهم عن السيف الملعون اللي خده من الحداد، فبياخدوه بيروحوا لتيتسوكو اللي بتاكد لهم ان السيف ده ملعون واسمه موراماشا، وده حصل بعد ما امه قتلت بيه ابنها الاوتاكو عشان كان مدمن انمي وما بيروحش المدرسه. فروح الطفل مست السيف وبقت بتستحوذ على اي شخص بيحاول يستخدمه، وبتقول لهم ان هيجيكاتا اللي يعرفوه مستحيل يرجع تاني. في الوقت ده بنلاقي ايتو بيتكلم مع واحد من اتباعه وبيقول له ان محدش قدر يفهمه من صغره، حتى لما انضم للجوشيشي محدش قدر يفهم هو بيفكر في ايه. ولسوء حظه ان عدوه اللدود هو اكتر واحد فاهم دماغه، وفاهم ان مش هو الشخص اللي ممكن يموت تحت قياده حد، وعشان كده هو كان بيحاول يخلص من هيجيكاتا. وبكده ما فضلش قدامه غير انه يقتل كوندو ويبقى قائد الشينسينجومي. وكل ده يامازاكي واقف مستخبي وسامع كل اللي اتقال، وبيقول انه لازم يقول لهيجيكاتا، لكن ايتو خد باله انه كان موجود فبيحاول يهرب، لكن في حد بيتمكن منه. وبنكتشف ان الشخص ده هو كاواكامي بانساي عضو الكيهيتاي اللي شينسكي القائد بتاعهم، وبنعرف ان ايتو ومجموعته شغالين معاهم. في الوقت ده بنشوف هيجيكاتا القديم ظهر لفتره صغيره وبيتكلم مع اليوروزيا وبيطلب منهم طلب اخير انهم يحموا الشينسينجومي. بعدها بنلاقي اعضاء الشينسينجومي اللي تبع ايتو بيقولوا لهيجيكاتا بامر اغتيال يامازاكي عشان يرجع معاهم للمقر ويقدروا يقتلوه. فبيقوم جيم ماسكه من قفاه وبيجري عشان يهربوا، وبتيجي عليهم عربيه عشان تخبطهم، لكن كاجورا بتقدر توقفها وبيهزموا اللي فيها وبياخدوا العربيه. ساعتها بيسمعوا في اللاسلكي خطه ايتو وجماعته لقتل كوندو وهيجيكاتا، وانهم عاوزين يلفقوا التهمه للجوشيشي، وان في الوقت ده كوندو لوحده مع ايتو واتباعه. وفجاه بيقفوا وبيوجهوا سيوفهم في وشه، لكنه بيفتكر ان ايتو بيهزر معاه. وهنا بيظهر سوجو عشان ينقذ كوندو وبيقتل واحد منهم، وبيقول انه عايز يبقى نائب للقائد كوندو مش لواحد خاين زي ايتو. وفجاه بيحاول اتنين يغفلوه من ظهره، فبيقوم سوجو مفجر قنبله في القطر. في الوقت ده بيكون اليوروزيا وهيجيكاتا الاوتاكو بيحاولوا يوصلوا للقطر في اسرع وقت،
وبيكلم جين كل اعضاء الشينسينجومي في اللاسلكي وبيأمرهم بالتوجه للقطر اللي فيه كوندو، وبيقول لهم انه هيجيكاتا عشان ينفذوا الامر من غير نقاش، وبيمسك في هيجيكاتا وبيلومه على الوضع اللي هو فيه وبيفضل يعاتبه لحد ما بيرجع هيجيكاتا القديم وبيقوم ضربه عشان يبقى يمسكه بالطريقه دي تاني. ونرجع تاني للقطر ونشوف سوجو وهو بيقفل على كوندو في عربه منفصله وبيفصلها عن القطر، وبيفضل هو على القطر مع ايتو واتباعه عشان ينتقم منهم. وهنا بيظهر بانساي عشان يقتل كوندو بما انه بقى لوحده ومحدش معاه، لكن بيظهر هيجيكاتا بدخله جامده قوي ومعاه روزيا وهم لابسين لبس الشينسينجومي، وفجاه بيظهر هيجيكاتا الاوتاكو وبيقول لهم انا خايف قوي وعايز اروح، فبيقوم جين ضربه على الغاليه عشان يسترجل كده وما يبقاش طري. في الوقت ده بنلاقي سوجو بيتوعد لهم وبيقول لهم انه هيقضي عليهم واحد واحد، وبيفضل يبص لهم بصات مخيفه، فبيسيبوا ايتو مع رجالته وبيروح مع بانساي عشان يقتل كوندو. وهنا بتيجي اللحظه اللي بيطلع فيها سوجو الشيطان اللي جواه وبيقتل كل اعضاء الشينسينجومي اللي تبع ايتو، وما بيفضلش فيهم ولا واحد زي ما احنا شايفين. وهنا بنلاقي جين رامي هيجيكاتا بره العربيه، وبيفضل هيجيكاتا يقول له ما تعاملنيش زي ياماتشا لما سابوه لوحده في كوكب ناميك، وكل ده في دراجون بول. فبيقول له جين ما تقلقش انت فيجيتا وهتبقى بخير. وبيفضل كوندو يعيط لما بيلاقيه جاي ينقذه بعد ما عامله معامله وحشه وطرده من الشينسينجومي، فبيقوم جين مفجر القطر اللي هو فيه وبيقول له ايوه يا عم بقيت مشهور وبيحاولوا يغتالوك، وبيقول له ان هيجيكاتا هو اللي طلب منهم يساعدوه قبل ما السيف يلتهم روحه بالكامل. وبيفضل كوندو يلوم نفسه على كل اللي حصل وعلى كل اللي عمله مع هيجيكاتا تاني، وفجاه بيسمعوا صوت هيجيكاتا في اللاسلكي وهو بيقول للشينسينجومي انهم انقذوا القائد، وبيفضل يسخر من شويه انميات قديمه ما اعتقدش ان حد فينا يعرفها. وبيبدا يكلم كوندو وبيقول له انهم انضموا للشينسينجومي عشانه هو مش عشان حد تاني، وبيقول ان هو روح الشينسينجومي وانهم السيف اللي هيفضل دايما يحميه، وبيستل السيف الملعون وبيرجع هيجيكاتا القديم بتاعنا مره تانية عشان يهزم ايتو بعد ما قدر يهزم اللعنه. وبتبدا المواجهه بين ايتو وهيجيكاتا اللي بيقدر يجرح ايتو في كتفه، لكن ايتو بيقدر انه يقطع العجل بتاع العربيه، وفجاه بنلاقي هيجيكاتا في الموقف ده وبيفتح سوجو الباب وبيقول لكوندو يركب القطر، لكن كوندو مش عايز يسيب هيجيكاتا لوحده، وفي الاخر بيركبوا كلهم القطر وبتتدمر العربيه بين القطرين، لكن ايتو وهيجيكاتا بيدمروها عشان يكملوا القتال. وهنا بنشوف جينو وهو بيحاول يمنع بانساي من الهرب وبيهاجموا بعض، وهنا بيقول بانساي انهم كانوا هيخلصوا من ايتو بعد ما يبقى القائد لان ما ينفعش يثقوا في واحد خاين، وكل ده اصلا عشان يدمروا الشينسينجومي من غير ما يوسخوا ايدهم، وبيقول مش مهم كل ده لانهم كلهم هيموتوا حالا على الجسر. وبنشوف هنا ايتو في وضع صعب قوي ودراعه الشمال مقطوعه، وبيظهر واحد من الجويشيش عشان يخلص من ايتو لان على كلام بانساي الخاين لازم يموت على ايد خاين، لكن كوندو بيمسك ايده قبل ما يقع من على الجسر، وبنلاقي سوجو وشينباتشي وكاجورا بيساعدوه، وبيقول كوندو ان خيانه الجنود للمجموعه تبقى غلطه القائد، وبيعتذر له لانه ما قدرش يبقى قائد كويس من وجهه نظره. وبيظهر هيجيكاتا وبيدمر الطياره اللي عليها الجويشيش اللي بيحاولوا يقتلوهم، وقبل ما يقع هو كمان بيمسكوا ايتو وبينقذوا وبيقولوا لبعض انهم بيكرهوا بعض. في الوقت ده بقى في قتال جامد قوي بيحصل بين جين وبانساي، لكن بانساي مش بيقدر يواكب حركه جين السريعه، فبيضطر يلجا لمساعده من زمايله لحد ما بيتمكن منه، لكن جين بيحاول بكل قوته انه يتحرر من اوتار الجيتار اللي عماله تجرح فيه كل ما بيتقدم خطوه لقدام، وبيروح عشان ينقذهم من الطياره الثانيه اللي ظهرت عشان تخلص منهم، لكن بانساي بيحاول يمنعه. وفي الوقت ده بنشوف ايتو بيضحي بنفسه عشان ينقذهم من اطلاق النار اللي حصل عليهم، وبنلاقي جين بيدمر الطياره بهجوم قوي على بانساي اللي بيرد له الهجوم، وبيساله هو ليه الشيطان الابيض بيكافح ضدهم للدرجه دي مع انهم بيحاولوا ينقذوا البلاد من سيطره الامانتو اللي كانوا سبب في نهايه عصر الساموراي. فبيقول له جين لو عايز تموت روح موت لوحدك، لكن ما تعملش كل ده وتقول انا بحمي البلد. وبيقول له ان الشيء الوحيد اللي هو بيحميه دلوقتي واللي كان بيحميه قبل كده عمره ما اتغير. فبيسحب سيفه من كتف جين اللي بيقع من الطياره، لكنه كان لافف اوتار الجيتار حوالين سيفه الخشبي وبيسحب الطياره للارض وبيقدر انه يفجرها. فبيقول لهم ايتو بسرعه قولوا للباقيين ان قائد العدو مات وان شويه الخرفان الباقيين يقدروا يهزموهم بسهوله، ولفظ خرفان ده هم قالوه فعلا مش من عندي، وفعلا بيهجموا عليهم عشان يقتلوهم لكنهم بيطلعوا يهربوا زي الفيران. بعدها بنلاقي شينباتشي بيسال ايتو هو ليه انقذهم بعد ما كان بيحاول يخلص منهم، فبيقول لهم انه كان دايما بيحاول يدور على حد يفهمه لكنه كان دايما بيبعد الناس عنه، حتى لما انضم للشينسينجومي ولقى في ناس قريبه من بعض وبيتعاملوا كانهم عيله واحده بعد عنهم وحاول يقتلهم، وبعد ما خلاص فهم انه كان غلطان ما بقاش قادر يقف على رجله وفقد دراعه، وبيقرروا هنا انه ينهي حياته في قتال مع هيجيكاتا ويموت كصديق بدل ما يموت خاين. وقبل ما يموت ايتو بتوصل له مشاعر كل اللي حواليه وبيشكرهم على كل اللي عملوه عشانه، وبيموت ايتو بعد ما ادرك انه كان في المكان اللي كان دايما بيدور عليه لكنه كان معمي بغروره وبوساوس شويه ارهابيين زي الجويشيشي والكيتاي. ولما بنروح لشينسكي بنلاقيه قاعد مع بانساي اللي طلع انه ما ماتش، وبنعرف ساعتها ان كل ده كان غرضهم ابعاد الشينسينجومي عن اعضاء مهمين في الحكومه بهدف ان قراصنه الهاروسامي بيحاولوا يعملوا معاهم اتفاق مهم. وبيقول له بانساي على كلام جين اللي قاله له على الطياره وان يمكن كان قصده على الروابط القويه مع الناس اللي حواليه وقوه الصداقه والشغل ده، وعشان كده هو خسر قدامه. بعدها بنروح للشينسينجومي عشان نشوفهم وهم بيحزنوا على يامازاكي لكنه واقف بره ومش عارف ازاي يقول لهم انه لسه عايش، لان بانساي قرر ساعتها انه ما يقتلوش عشان يشوف هيعمل ايه في المستقبل. وهم هنا عمالين يعيطوا على موته ومش قادرين يمسكوا نفسهم، وبتطلع دي في الاخر جنازه الكلب بيسكي بتاع ماتسودايرا وهم حاطين صوره يامازاكي كده جنبه منظر لو في كمان وسطهم ناس مش مهتمين باي حاجه من دي، بلا يامازاكي بلا بيسكي. في الوقت ده بنلاقي هيجيكاتا قاعد مع ليروزيا وبيقول لهم انه راح كل ضريح وكل معبد وردد كل الاناشيد لكنه مش قادر يبعد السيف الملعون ده عنه، فبيقول له جيم مش كده يبقى ده السيف المناسب ليك، لانه حاسس ان هما الاثنين كيان واحد. فبيمشي وبيقول لهم ان جواه لعنات كتير وارواح غاضبه اكتر من انهم يقدروا يعدوها، ولعنه او اتنين زياده مش هتفرق معاه
انه هيكمل طريقه بيهم عادي. ونرجع تاني هنا ونلاقي الجنازه قلبت تهريج، وبنلاقي يامازاكي عامل نفسه شبح عشان يظهر لهم، لكن هيجيكاتا بيفجره وبيبدا يقول لهم قوانين الكيوكيتشو هاتو، وبيقول انهم كسروا كل القوانين وبالتالي هيتم اعدامهم، لكنهم بيدوسوا على وش يامازاكي وبيروحوا ناحيته عشان فرحانين برجوعه. وكوندو هنا بيفتكر كلامه بان روح الشينسينجومي، وبيقول لنفسه ان هيجيكاتا بالنسبه لهم شخص لا يمكن استبداله، وبكده يكون الشينسينجومي قدروا ينهوا كارثه كانت ممكن تبقى بدايه للجوشيشي في السيطره على البلاد. بعدها بيروح اليوروزيا المقر عصابه اسمها ماشيروي، وبيلاقوا اعضائها عمالين يبصوا لهم بصات غريبه عجيبه مريبه، وبيجي القائد بتاعهم ماشيروي كاجوزو عشان يقول لهم على المهمه اللي هم جايين عشانها. وفجاه بيبدا يعيط وبيقول لهم ان ابنه الوحيد اللي اسمه اوتسوزو حابس نفسه في المستودع ده بقاله 5 سنين لانه رافض يبقى عضو في الماشيروي وعايز يعيش حياه مستقيمه ويبقى تاجر قماش. وطول ال5 سنين بيفضل يطلع لهم ورقه فيها كل اللي هو عاوزه، فبيقوموا مهاجمين الباب عشان يخرجوه بالعافيه. فبيقوم ماشيروي متعصب عليهم وبيحوطوهم عشان هم شكلهم جايين يسخروا منهم، فبيقرروا يشووا لحمه على الفحم ويخلوا الدخان يدخلوا عشان يستدرجوه. فبيقوم ماشيروي متعصب عليهم وبيحوطوهم عشان شكلهم جايين يسخروا منهم، وبيتاسف لهم شينباتشي. ساعتها بيقول لهم جين مفيش غير حل واحد، وبيقول لكاجورا تنفذه. فبتقوم هاجمه الباب تاني عشان تخرجوا بالعافيه، فبيقرروا خلاص يقتلوهم عشان اللي بيعملوه ده كتير. وفجاه بيلاقوا رساله طالعه من جوه مكتوب فيها الوداع بالدم، لكن بيظهر واحد تبع العصابه اسمه كيوجيرو وبيقول ان دي صلصه طماطم مش دم. وكيوجيرو ده كان قريب قوي من اوتسوزو ويعرف عنه كل حاجه. ونلاقيه هنا بيقول لماشيروي يسيبه في حاله وهو هيطلع في الوقت المناسب. وفجاه بيقع ماشيروي على الارض وبيطلبوا له الاسعاف، فبيقول جين لشينباتشي وكاجورا يروحوا معاهم وهو هيفضل هنا ويشوف حل في الواد اللي حابس نفسه ده. وبيجي الليل وبيقعد كيوجيرو مع جين وبيبدا يحكي له على اللي حصل. بيقول له ان اوتسوزو كان حابب شغله في تجاره القماش لحد ما اصحاب المكان عرفوا ان ابوه زعيم عصابه فقاموا طاردينه، وده السبب اللي خلاه يحبس نفسه من 5 سنين. وفجاه بيتفتح الباب وبيدخل جين المستودع وبيلاقي واحده قاعده بتتفرج على التلفزيون، وبيقول له كيوجيرو ان اوتسوزو اختفى من زمن وما بقاش ليه اي وجود، والبنت اللي جوه دي جابها عشان ما حدش ياخد باله من حاجه. وبيظهر اتباعه عشان يخلصوا على جين. وفجاه بيقع جين على الارض من تاثير السم اللي كيوجيرو حطه له في الساكي، لكن كل ده ما يعملش حاجه مع واحد كانوا بيلقبوه بالشيطان الابيض في يوم من الايام. ولما بيحاول جين يهرب منهم بيضربوا كيوجيرو بالنار وبيقع جين في الميه. في الوقت ده بيكون الزعيم ماشيروي خلاص عمره انتهى وراح للي خلقه، وكل اللي حواليه زعلانين على موته. وتاني يوم بيجي شينباتشي وكاجورا المقر الماشيروي عشان يسالوا على مكان جين، لكن محدش راضي يقول لهم اي حاجه. وبيقول لهم كيوجيرو انه مشي اول ما وصل لهم خبر موت الزعيم، وبيبدا يهددهم وبيقول لهم لو فضلوا يتدخلوا في امور ما تخصهمش هيتاذوا. ونروح بعدها الاجتماع في جمعيه القاده عشان هيقرروا مين هيبقى زعيم الماشيروي الجديد، وبيوافقوا على تنصيب كيوجيرو في منصب الزعيم. ولما بتوصل رساله لكيوجيرو بالكلام ده بيبدا يفتكر حياته وهو صغير، كان دايما بيحاول يمشي يومه وعمل كل حاجه تتخيلوها ما عدا القتل، لحد ما في يوم مسكوه عصابه الماشيروي عشان كان بيسرق فرضهم وودوه للزعيم. ساعتها قرر ماشيروي انه ينضم لهم عشان يشيل الحزن اللي ظهر على وشه، وقرر انه يخليه حارس لابنه اوتسوزو، ومن ساعتها هم بيسموه الكلب الحارس. وفي يوم واحد من عصابه تانية حاول يهاجم اوتسوزو، لكن كيوجيرو حماه وده كان سبب اصابته في وشه. ولما رجعوا البيت لقى ان ماشيروي خايف عليه اكتر من ابنه، ودي كانت اول مره يحس فيها كيوجيرو بدفء العيله وبقى بيعتبر ماشيروي اب ليه. وتاني يوم في مراسم التنصيب بيسمع صوت جين وفجاه بيفقد كل اللي موجودين وعيهم، وبيظهر جين وبيضربه عشان يردوا له اللي عملوا فيه. ساعتها بيقول له ان الجمعيه ما كانتش عايزاه يبقى القائد، وعملوا كل ده بس عشان يستدرجوه ويخلصوا منه، وهو كان جاي النهارده عشان يموت. وبيبدا يفتكر مع جين حاجات حصلت من فتره، وهي ان طرد اوتسوزو من الشغل كان واحد من الاسباب اللي خلته يحبس نفسه من المستودع، لكن السبب التاني انه كان شايف ان ابوه بيعامل كيوجيرو احسن منه. وفي يوم لما حاول يدخل عليه المستودع لقاه ميت بعد ما انهى حياته بنفسه، وساعتها قرر انه يدفنه ويخبي حكايه موته عن الجميع. واتباعه اللي كانوا معاه قال لهم انه قتله عشان يبقى الزعيم بعد موت ماشيروي، بس كل ده كان من ورا قلبه. وهنا وفي يوم مراسم التنصيب بعد موت الزعيم قرر كيوجيرو يموت بعد ما انتهت مهمته اللي ماشيروي وكله بيها. وبعد كل الكلام ده بيبدا جين يساعده وبيقول له انه كان عارف من البدايه انه مش هو اللي قتل اوتسوزو، ومحاولته لقتل جين كانت عشان ما حدش يعرف بامر موته. وبياخدوا جين من ايده عشان يهربوا وبيروح بيه لقبر ماشيروي، وبتنتهي حكايه كلب الحراسه النبيل ناكامورا كيوجيرو. بعدها بنشوف يامازاكي وهو بيطلب من 2 تبع الجوشيش انه ينضم لهم، وده لان شكله وطريقه كلامه مش هتخليهم يشكوا انه تبع الشينسينجومي. فبياخدوه لكاتسورو عشان يعمل له انترفيو عشان يشوف ينفع يتقابل معاهم ولا لا. هم ارهابيين بس منظمين قوي. وبيبدا الانترفيو لسببه الاساسي انهم يعرفوا هو جاسوس ولا لا، ولان يامازاكي مش عارف انه جاي يشتغل في مكان محترم، فهو جاي من غير سي في ولابس لبس اي كلام. وبيفضل كاتسورو يعلق على كل ده، وبعد شويه بنلاقيه بيلعب حجر ورقه مقص مع واحده من اللي شغالين في المكان، ولما بيخسر بتقوم ضربه على وشه. فبيقولوا المقابله انتهت اتفضل من هنا. ساعتها بيفتكر يامازاكي انه نجح في الانضمام للجوشيشي، لكنه بيتفاجئ انهم واخدينه على امتحان قبول. وبيفضل كاتسورو يسال اسئله سهله جدا، بس هو عايز اجابه معينه غير الاجابه الصح. مثلا اول سؤال بيطلب انهم يكتبوا الكلمه اللي على السبوره، واللي مكتوبه هي كلمه شينسينجومي، لكنه بيقول لهم ان الاجابه الصح هي حساله. وخد عندك بقى من ده طول الامتحان لحد ما بيقدر يامازاكي انه يفهم الدماغ الغبيه دي وبيجاوب سؤال صح وبينجح انه يعدي في الامتحان. بعدها بيظهر واحد اسمه دراجون شبه جاكشان عشان ياخد الناجحين لاختبار المهاره، والاختبار هيبقى عباره عن توصيل رساله للمقر الرئيسي. ونلاقي هنا يامازاكي وكاتسورو ودراجون بيهربوا عشان يوصلوا الرساله، لكنهم بيلاقوا مجموعه ظهروا فجاه في وشهم، فبيلفوا بالعجل وبتقع الكراسي على الارض، وبتحصل حاجه صعبه قوي ربنا يكون في
عنهم وبيبداوا يقاتلوا الاعداء لكنهم مش بيقدروا عليهم، فبيضطر يامازاكي يهرب. ولما بيوصل للمقر الرئيسي بيلاقيهم بيرحبوا بيه عشان نجح في كل الاختبارات وخلاص هينضم لجيشيشي. ساعتها بتقع بطاقته الشخصيه على الارض وبيعرفوا منها انه شغال تبع الحكومه. ده انت ليلتك سودا النهارده. ونروح بعدها لجزيره السجن، ودي جزيره بيتحجز فيها المجرمين الاكثر خطوره، وبنشوف هنا واحد اسمه سويكيتشي بيحاول يهرب من المكان عن طريق نفق بيعمل فيه بقاله 15 سنه. وخلاص جه اليوم اللي هيهرب فيه من السجن، بيلاقي كاتسورا اتنقل الزنزانه اللي في وشه، فبيستناه لحد ما يدخل في النوم لكنه بيفضل خايف طول الليل ومش عارف يهرب. وده لان كاتسورا بينام وعينيه الاتنين مفتوحين، ومش بس كده ده كمان بيتحرك وهو نايم. وتاني يوم بيستناه لحد ما ينام، وبيحلم كاتسورا انه مدرب فريق لكره السله في مدرسه، وان بطله الفريق ماتت بسبب مرض خطير، وشويه دراما كده بيخلوا سويكيتشي يعيط ومعرفش يهرب. وبعد كام يوم بيلاقي كاتسورا بقى عنده اتباع وبقى هو زعيم السجن، والحراس بقوا بيعملوا له حساب وبيحترموه. ومع الوقت الاكل بقى احسن والشغل بقى ممتع اكتر، والعيشه جوه السجن بشكل عام بقت حلوه. ساعتها بيقرر سويكيتشي انه يقفل على الحفره اللي بقاله 15 سنه بيعمل فيها، وكل ده كاتسورا اصلا كان بيعمل نفسه نايم ومستني سويكيتشي ينام عشان يهرب. وفجاه بيحس ان حد بيراقبه، والحد ده هو كمان بيحاول يهرب، وفجاه بيحس ان حد بيراقبه، والحد ده بيحس ان حد بيراقبه، والحد ده بيحس ان حد بيراقبه، وبيطلع كل المساجين حرفيا كانوا بيحاولوا يهربوا من السجن. وبنلاقي الجزيره مخرمه من كل مكان. بعدها بنشوف تاما جايه تاخد الايجار من جين، وطبعا بتعمل معاه الواجب وزياده، وبتخليه يدفع ال3 شهور اللي فاتوا حق تصليح البيت. وهنا بتقول له توسي انها بتشتغل بجد وما بتعملش اي حاجه غير الشغل، فبياخدها جين عشان تقضي شويه وقت بعيد عن الشغل. فبيروحوا للنادي اللي اوتاي شغاله فيه، وفجاه بيتحول الوضع للمنظر اللي قدامنا ده. فبيبصوا له البنات اللي في المكان بصات غريبه، اكنه راجل عجوز ضحك على بنت صغيره وجايبها هنا عشان يتسلى، لكنه بيقول لهم انها روبوت ومعاها فلوس كتير بس مش عارفه تصرفهم في ايه. فبتقوم اوتاي ضرباه وبتزعله قوي، وبتقول له بتعالى تاني يا جبروتك يا قادره. بعدها بيروحوا لصاله البولينج، وبيروحوا المكان يشربوا حاجه تطري على قلبهم، وفي الاخر بيسيبها وبيمشي على اساس انها عارفه ازاي هتروح. لكن تاني يوم بيلاقي توسي بتقول له انها لسه ما رجعتش، فبيروح يدور عليها في الاماكن اللي راحوها لكن مفيش فايده، لحد ما بيلاقي شويه اطفال متجمعين على لعبه وبيلاقيها بتلعب معاهم. ساعتها بيطمن لما بيلاقيها فرحانه بعد ما لقيت حاجه تعملها غير الشغل. بعدها بنشوف ماتسودايرا بينشن على زمايل بنته في الشغل عشان يخلص منهم، زي ما كان بيحاول يعمل مع حبيبها في الملاهي. لكن هيجيكاتا بيقول له سيب لي الموضوع ده وانا هبعدهم عنها. فبيدخل المحل اللي هي شغاله فيه وبيشتري مايونيز، ولما بيجي يحاسب عليه بتفتكره وبتعرف ان هو اللي انقذها من ابوها قبل كده. ولما بيلاقيها معجبه بيه بيستغل الفرصه وبيقول انهم بيحبوا بعض وبيهددهم عشان ما حدش يقرب لها. وهنا بيقول لها انه مش بيحبها ولا حاجه، وان ابوها هو اللي طلب منه يعمل كل ده، لكنها مش سامعه ولا كلمه من اللي بيقولها وسرحانه في وسامته. وبتقول له نتقابل تاني اخر الاسبوع، وبتسيبه وبتمشي، وهو واقف يا عيني مش عارف يتصرف ازاي مع العيله الغبيه دي. ساعتها بيظهر اليوروزي عشان يساعدوه، لكنه بيقول لهم امشوا من هنا مش محتاج مساعدتكم. لكنه بيروح يقابلها في نهايه الاسبوع بعد ما اليوروزي قالوا له شويه نصايح عشان يخليها تبعد عنه. فبيبدا يكرهها فيه عن طريق انه بيروح لمطعم وبيطلب اكل مليان مايونيز، لكنها بتعجب بالطعم قوي. فبيضطر اليوروزي يتدخلوا، فبيعملوا نفسهم جانحين وبيمسكوه يضربوه وهو معاها. وبيفضل شينباتشي يقول له ده عشان مرشاتك اللي بتبيع اكتر من مرشاتي، وعشان صورتك اللي بتتحط على اسطوانات الدي في دي. لكنها مش فارق معاها اللي بيحصل لانها واقعه في دباديبه. فبيلبس زي المايونيز عشان تقول عليه غريب الاطوار، لكن مفيش فايده. ساعتها بينفذ خطتهم اللي ما كانش عاوز يلجأ لها، وبيقول لها انه من كوكب بعيد اسمه مايو وما ينفعش يعيش على الارض اكتر من كده، وهي ما ينفعش تيجي معاه عشان الغلاف الجوي هناك مش زي الارض. فبتدي له قبلة الوداع وبيهرب منها قبل ما تقفش فيه. بعدها بنشوف جين وشينباتشي على الشط عمالين يتفرجوا على البنات بالمايوهات، وفجاه بيلاقوا كاجورا بتتخانق مع واحد لابس لبس سلحفه لانه كان بيصور البنات على الشط من غير اذنهم. فبياخد جين الكاميرا منه عشان يشوف الصور اللي هو صورها، وبيفضل يتفرج كتير. بعدها بيعرفوا من بطاقته الشخصيه ان اسمه كاميناشي، وانه شغال دليل في قصر ريوجوجو، وده قصر مشهور تحت الميه ما بيدخلوش غير الاغنياء والمشاهير. وهنا بياخدهم عشان يوديهم ريوجوجو، لكن بيقول انهم لازم يدفعوا عشان يروحوا هناك. فبيقوموا ضاربينه عشان يروحوا ببلاش. وفجاه بتظهر اوتاي وكيوبي على يخت كبير مع واحد تاني لابس لبس السلحفه، كان عازمهم على جوله في ريوجوجو على حسابه بعد ما انقذوا بنته من الخطف. بعدها بيظهر هاسيجاوا مع واحد تالت عشان يروح معاه لريوجوجو، لكن فجاه بيظهر كاتسورا في السماء على سلحفه ضخمه، وبيفضلوا يحاربوا مع السفينه اللي عليها هاسيجاوا عشان هم فاكرينه رايح لريوجوجو. فبيهرب اليوروزي عشان ينفدوا بجلدهم، لكن المركب بيتفجر وبينفصلوا عن بعض. ولما بيفوق شينباتشي بيلاقي نفسه على جزيره، ولما بيدخل احد الكهوف بيلاقي هيكل عظمي، فبيقوم مصرخ من الرعب، وبيحلم بعدها انه هيفضل على الجزيره 60 سنه لحد ما يلاقوه. فبيصحى من النوم مخضوض، لكنه بيقرر انه يتفائل. فبيقلع الشرطه وبيبدا يجري سلبوته على الشط لحد ما بيقابل هاسيجاوا وهو بيعمل نفس الكلام. فبيلبسوا وبيتفقوا انهم ينسوا اللي حصل. وهنا بيشوفوا جين وهو بيحاول يعمل حركه كامي هامي ها بتاع جوكو، وبيتفاجئ لما بيلاقيهم وراه لان هو كمان كان فاكر انه لوحده على الجزيره. ونفس الكلام بيحصل مع اوتاي وهي بتغني، وكيوبي وهي بترسم على الرمل، وكاجورا وهي عماله تتخيل حاجات غريبه على الغيوم، وكاتسورا بيكتب على الرمل وهو بيعمل حمام، واس او اس دي معناها النجده. بعدها بيتجمعوا عشان يشوفوا هيقدروا يعيشوا ازاي على الجزيره دي لغايه ما حد يساعدهم. فبتقرر اوتاي انها تبقى مسؤوله عن الاكل، بس في مشكله، هم ازاي هيولعوا نار؟ فبتقوم واخده نضاره هاسيجاوا وبتقول له انها هتستخدمها عشان تولع نار، وبتقوم جايبه حجر وكسرها ومولعه فيها بالكبريت. وهنا بيلاقي جين وكاجورا وكاتسورا صندوق كبير شكله غريب، وفجاه بيخرج غاز من الصندوق وبيتحول جين وكاتسورا لعواجيز. بعدها بيظهر كاميناشي وبيفضلوا يبهدلوه عشان هو سبب وجودهم على الجزيره المقطوعه دي، لكنه بيقول ان الجزيره دي تبقى ريوجوجو اللي الناس بتتكلم عنه، وبيقول لهم ان الهيكل العظمي اللي في الكهف
ده يبقى مراته وانها فقدت وزن كتير بسبب موسم وضع البيض. لو مش بس كده، ده بيقول لهم ما ينفعش يمشوا من هنا لان المكان اللي كانوا فيه ما بقاش زي ما هم يعرفوه، وده لان سلاحف ضخمه بتهاجم المدن ومعاها صناديق زي اللي شفناه من شويه وبتنشر الغاز في كل مكان وبتحول كل الناس لعواجيز. وبيقول لهم كاميناشي انه جايبهم هنا عشان يساعدوه في التخلص من اوتوهيمي حاكمه ريوجوجو. وفجاه بيظهر حراس تبع اوتوهيمي وبيهاجموا كاميناشي، وهو هنا بيهرب بصندوق مكتوب عليه انمي دورايمون لكنه مخبي فيه حاجات سيكو. وهم في وسط القتال بيظهر جينو كاتسورا العواجيز فبيقوم شينباتشي مصرخ. وهنا بيقول احد الحراس لاوتوهيمي انهم قبضوا على كاميناشي اللي المفروض انه قائد الحرس ومعاه 6 بشريين وعدد واحد امانته، وهي طلعت بتعمل كل ده عشان يبقى كل الناس عواجيز وتفضل هي اجمل واحده. وهنا بنشوف ماتسودايرا في ريوجوجو وحواليه بنات كتير عشان هو فلاتي، وبنلاقي بنتين بيتكلموا عن المكان وجماله وان مش اي حد يقدر يدخله. فبيسمعهم ماتسودايرا وبيقول لهم ساعتها ان ريوجوجو ده سفينه فضائيه مش تبع اي دوله، والسفينه دي بتنتقل بين الكواكب وقوانين الدول مش بتطبق عليها. وفجاه بينزل لهم ازازه منكر ومعاها الصناديق اياها وبيخرج منها الغاز وبتحول كل الموجودين لعواجيز. في الوقت ده بنلاقي المجموعه دي مرميه في السجن، وبتلاقي كاجو راجل عمال يحرك بقه فبتحاول تعرف هو بياكل ايه عشان هي كمان جعانه وعايزه تاكل. بعدها بيجي الحراس وبياخدوا اوتاي، وساعتها بتقول كيوبي ان الحل الوحيد للورطه دي انهم يهزموا اوتوهيمي. فبتضرب كاجورا حديد السجن وبيهربوا وبيقابلوا شويه حراس في طريقهم لكن البنات بيقوموا بالواجب. بعدها بيلبسوا لبس الحراس وبيحاولوا يتخفوا عشان محدش يتعرف عليهم. وبيبدا كاميناشي يحكي لهم قصه اوتوهيمي وريوجوجو، بيقول انها كانت جميله ولطيفه وبتحب الحياه، وفي يوم جه شاب لريوجوجو اسمه اوروشيما وحبته وراحت معاه الكواكب كتير لحد ما رجعوا في يوم للارض ولقى كل حاجه راحت، اهله وقريته وكل حاجه حبها. ولما سمعت باللي حصل زعلت وكتبت وغرقت ريوجوجو في البحر، وقررت انها تبعد عن كل حاجه لحد ما اتغيرت شخصيتها. وده حصل بعد ما وصلت لعمر 2000 سنه وبدات تهتم بجمالها اكتر واكتر، وهي حاليا عندها 3000 سنه وفي طريقها على عكس الشيخوخه طول ال1000 سنه اللي فاتوا وصلت لمركب بتاثير عكسي. وساعتها بدل ما تدور على طريقه تخليها اجمل واصغر قررت انها تغير الناس وتخليهم عواجيز. وحاليا ما بقاش في غير ابطالنا الشباب اللي هيقدروا يهزموها ويوقفوا خطتها. وبيقول كاميناشي ان الحل الوحيد هو قتلها، فبيتقسموا 3 فرق عشان عددهم الكبير هيخليهم يتقفشوا. وبيلبس كاميناشي جهاز اسمه سباوزر بيقيس قوه الاشخاص، وده هو السكاوتر اللي في دراجون بول، وبيبدا يشوف قوتهم بالسباوزر. وفي حين ان الشخص العادي قوته 360 بنلاقي ان شينباتشي قوته 362 وهاسيجاوا 654 بس من غير النضاره واحد. وده بيثبت لنا النظريه اللي جين وكاجورو قالوها قبل كده في حلقه المايوزومب، وهي ان كيان هاسيجاوا بيتمثل في النضاره. وكيوبي بقى في مكان تاني قوتها 6930، ولما بيجي يقيس قوه كاجورو بيلاقي العداد بيعد بالسالب، وده بسبب جين وكاتسورا اللي عجزه، وبيفضل العداد يقل لحد ما السباوزر بينفجر. ساعتها بيلاحظ الحراس وجودهم فبتهرب كاجورا وكيوبي وبيهاجمهم هاسيجاوا وكاميناشي لكن طلعوا اي كلام، وبيهرب منهم شينباتشي مع جين وكاتسورا. في الوقت ده بتكون اوتاي مع اوتوهيمي وبتفضل تستفزها وبتقول عليها وحشه عشان تظهر نفسها، لكنها بتقول انها اجمل والطف من اوتاي. فبتتعصب اوتاي وبتزعلها عشان تخرج لها، فبتخرج وبتفضل تزعق لاوتاي على جمالها وصغر سنها، وبتقوم ربطها عشان تاكلها الاسماك القرش. فبتقول لها اوتاي ان مهما عملت ومهما لبست هتفضل عجوزه وشكلها وحش، وده بسبب اليأس اللي اتمكن منها. وبتقول لها حتى لو عجزوا فهم مش هيخسروا قدامها، وده لانهم عارفين معنى الجمال الحقيقي. فبتقوم رميها في الميه بسبب كلامها المستفز، وبتفضل القروش تتصارع عليها لكنها لما بتطلع الحبل بتلاقيها اختفت. وفجاه بتظهر ومعاها كيوبي وكاجورا وبيهاجموها، وبيظهر الحراس عشان يلحقوها وبيبداوا يهاجموهم لحد ما بتلحقها اوتاي قبل ما تهرب. فبتضربها اوتوهيمي على وشها لكنها بتحس ان كل ما تضربها بتبقى اجمل، فبتقوم اوتاي رد لها الهجمه وبتفضل تضربها في وشها لكنها بتقوم رد عليها، فبتقوم اوتاي رد عليها هي كمان. في الوقت ده بنلاقي جين وشينباتشي وكاتسورا في اوضه غريبه فيها جهاز غريب، وبيكتشفوا بعد كده ان الجهاز ده بيعدل الجينات عشان يحفظ الجثث من التحلل، والشخص اللي جواه ده يبقى اوروشيما اللي اوتوهيمي حبته، الشاب اللي قلبها اختاره وما حبش غيره من ساعه ما عرفته وهي لسه صغيره وجميله، وعشان كده هي كانت بتدور على طريقه ترجعها اصغر عشان لما يصحى تاني يلاقيها لسه جميله. وفجاه بيطلع ريوجوجو على سطح الميه وبيبدا يتحضر صاروخ عملاق فيه كميات كبيره من الغاز اللي بيخلي الناس عواجيز، عشان هي ناويه تخلي ايده كلها عواجيز. ومش بس كده، هي ناويه كمان تحول كل سكان ريوجوجو لعواجيز وبتملى السفينه كلها بالغاز. وهنا بيقول لهم شينباتشي على اللي بيحصل، فبيقول له جينو احنا هنخاف من ايه يا اهبل، ما احنا عواجيز اصلا. وبيفضلوا يقولوا كلام كبير وشويه حاجات عميقه بتمس القلب بتخلي شينباتشي الوهله يحس انهم رجعوا شباب. وفجاه بتحصل حاجه غريبه في الجهاز وبيلاقي شينباتشي واوروشيما بيتكلموا على الشاشه، وبيقول له ياخد مصل علاج الشيخوخه عشان ينقذ الناس، وبيترجى انه يساعد اوتوهيمي. ونرجع لها تاني وهي بتحاول تضرب الصاروخ على ايده لكنه بيتعطل بسبب اوروشيما، بس ده مجرد عطل مؤقت. وبنشوف هنا جين وكاتسورا في طريقهم عشان يمنعوا اطلاق الصاروخ، والحراس وراهم بيحاولوا يقبضوا عليهم، فبيسرعوا في مشيتهم. وبنلاقي جين بيقول احنا عواجيز بس بدفع رباعي، وبيوصل لهم شينباتشي وبيقول لهم على خطته. فبتقرر اوتوهيمي توقفهم بنفسها بدل الحراس اللي يجيبوا الشلل دول، لكن هاسيجاوا وكاميناشي بيمسكوا فيها، ولما بتبعدهم عنها بتقوم كاجورا ماسكه في راسها، وبتظهر كيوبي وبيفضلوا هما الاثنين يشدوا فيها لكنها بتقدر تهرب منهم وبتوصل لشينباتشي. فبيقوم رامي الصاروخ لجين وكاتسورا وبيهاجمها عشان يبعدها عن الصاروخ اللي بيقدر جين وكاتسورا انهم يوصلوه للمدفع، لكن اوتوهيمي بتمسك فيه عشان توقفه وبيقعوا كلهم على الارض، وبيخرج منه المصل المضاد للشيخوخه وبيرجع جين وكاتسورا شباب من تاني، وبيضربوا الصاروخ اللي بيدمر المدفع وبيدمر الصاروخ اللي فيه غاز الشيخوخه، وبينتشر المصل المضاد وبيرجع الناس لطبيعتهم
تواجههم من تاني، وبكده يكونوا ما خسروش قدامها فعلا زي ما اوتاي قالت لها. وبيقول لها شنباتشي على اوروشيما وانه طلب منه ينقذها، وده معناه انه مشتاق لها ولسه بيحبها. وسماعها للكلام ده بيخليها تتغير، لانها بتقول للحراس بتوعها يغيروا اتجاه السفينه عشان ترجع للبحر تاني ومحدش يتاذى، وبتشكرهم على كل اللي عملوه. بتقرر تغرق مع اوروشيما في عمق البحر، لكن جين بيلحقها وبيفضل يلومها على انها عاوزه تموت، وبيبداوا يساعدوها وبيشيلوا الحديده اللي فوقيها. ومعرفش كاجورا عملت كده ليه، حتى هاسيجاوا مستغرب. وبيجي الحراس عشان يساعدوها هم كمان. وبيعدي الوقت وبنشوف كوندو عمال يعيط في مطعم ومعاه هيجيكاتا، والمطعم ده صاحبته تبقى اوتو هيمي. وفجاه بيظهر شخص وبيقول لها انها جميله زي ما كانت قبل كده. يا ترى مين الشخص ده؟ اكيد اوروشيما يعني، مش محتاجه تفكير. بعدها بنلاقي شينسينجومي عاملين اجتماع عشان قرروا يحطوا قانون جديد لمنع التدخين، بما ان كلهم مش بيدخنوا ما عدا واحد بس وكلنا عارفينه. وبيحاول هيجيكاتا يعترض، لكن سوجو بيقول له ان القرار صدر خلاص. فبيطلع بره عشان يولع سيجاره، بيلاقي الناس كلها بصاله، وبيلاقي يافطه مكتوب عليها ممنوع التدخين في الشارع. فبيروح مطعم، واول ما بيطلب طفايه سجاير بيلاقي الناس كلها بصاله عشان ممنوع التدخين في المطعم. وبيفضل على هذا الحل لغايه ما بيلاقي مكان مسموح يدخن فيه، واول ما بيرمي طفي السجاير بينفجر الصندوق. وفي الوقت ده بيتم اعلان وقف التدخين في البلاد كلها. فبيقرر هيجيكاتا يسافر للكوكب اللي بيصنعوا السجاير عشان يدخن فيه، والكوكب ده يبقى كوكب هامك اللي هو نامك في دراجون بول. واول ما بيوصل بيعرف من سكان الكوكب ان السجاير ما بقتش موجوده من بعد ما بريزا دمر الكوكب اللي هو فريزا في دراجون بول، ما عدا سيجاره واحده بس، ودي ذكرى من ابو الطفل ده قبل ما يموت على ايد بريزا. بصوا، هي الحلقه دي كلها تريقه على دراجون بول. وهنا بيقرر هيجيكاتا يهزم بريزا بسبب اللي عمله في كوكب هامك، وبيفضل بريزا يجمع في الطاقه عشان يهجم عليه. واول ما بينتهي من تجميع الطاقه بيقوم هيجيكاتا ضربه وبيقول له انا عايز سيجاره. فبيديله كره لزجه وبيقول له محتاج تجمع 6 كرات كمان، وساعتها هيظهر لك التنين اللزج ويحقق لك امنيتك. واول ما بيموت بريزا بيلاقي هيجيكاتا المنظر ده، والاقرع ده اسمه جوريرين وده مات على ايد بريزا. فبيقرر هيجيكاتا انه يجمع الكرات السبعه عشان يحييه، يمكن يكون معاه سجاير. فبيروح كوكب تاني عشان يهزم سره، وبيلاقي معاه 6 كرات. فبيستدعي التنين اللزج، لكن هيجيكاتا بيطلب منه انه يعيد احياء ابو الطفل اللي في كوكب هامك، وبالتالي هيقدر ياخد السيجاره اللي معاهم لانها مش هتبقى ذكرى ساعتها. بس الموضوع طلع مخيف قوي ومقرف. فبيمسكهم الطفل وجده وبيضربوهم هما الاثنين. وبما ان ده وقت تريقه فتعالوا اعرفكم على جنباتشي سينسي. هو موجود من زمان في بدايه كذا حلقه، بس المره دي قلت لازم نشوف هو بيقول ايه، لان بعد مرور سنه ونص على الانمي لسه بيجي لهم رسائل من متابعين بيسالوهم ايه هدف الانمي. وهنا بيقرر جنباتشي سينسي انه يرد على السؤال الكوني ده، وبيقول ان هو كمان ما يعرفش ايه الهدف. بعدها بنشوف شنباتشي وهو متفاجئ لان لامانتو خطفوه عدلوا على جسمه وغيروا صباعه وخلوه مفك. ولما بتصحى كاجورا بيلاقي ان هي كمان حصل معاها نفس الشيء. فبينادي على جين اللي دخل الحمام، لكنه بيطلع وهو مكسور يا عيني، وده لانهم غيروا في جسمه هو كمان. فبيقرروا يدوروا على لامانتو اللي عملوا كده، وبيفتكر شنباتشي انهم كانوا بيلعبوا لعبه اسمها مونكي هانتر. فبيدخل شنباتشي اللعبه بشخصيه تشبه له، وبيقابل جين اللي سجل في اللعبه بشخصيه بنت، وهما الاثنين بيقابلوا كاجورا اللي دخلت اللعبه في شكل راجل، وبيبداوا يلعبوا مونكي هانتر وبيصطادوا الوحوش اللي فيها. فبيحاولوا يصطادوا القرد الضخم ده وبيرموا له موزه معفنه عشان تصيبه بالشلل، لكن كاجورا بتاكلها. فبيعمل شنباتشي فخ تاني عشان يقع فيه، لكن كاجورا بتاكل الموز برضه. وفجاه حد بيهاجم القرد وبيهزمه، فبيتعرفوا عليه وبيطلب منهم انه ينضم لمجموعتهم، وبيقول لهم ان اسمه فروت بانش ساموراي جي، ومن غير قصد بيكتب كاتسورا. وبيطلع هو كمان بيدور على اللامانتو اللي حولوا جسمه المفك. فبيمشوا وبيسيبوه، وبيقترح جين عليهم انهم يضربوه وياخدوا اسلحته. ساعتها بيقابلوا واحد اسمه فروت شيمبو ساموراي جي، وشيمبو ده يبقى نفس الحاجه اللي اتغيرت في جسم جين. وبيطلع هو نفسه كوندو، وهو كمان اتحول لمفك، بس ده لانه دخل جهاز غريب كده دمج جسمه مع مفك. وهنا بيقول كاتسورا انهم لازم يلاقوا وده اسطوره اللعبه اللي يعرف كل حاجه عنها، لان ده هو اللي هيدلهم على الامانتو اللي بيدوروا عليهم. فبيروحوا المكان غريب كده كله ضباب، وبيلاقوا واحده مربوطه في شجره وفي نار تحتها، ولما بينقذوها بتسالهم هم ليه فكوها، وبتطلع دي هي ساتشان، وهي اللي كانت رابطه نفسها في الشجره ومحدش يسال ازاي. وفجاه بيظهر قرد ابيض عملاق، وده من اقوى الوحوش في اللعبه، لكن بيظهر الحقيقي وبيهزمه بكل سهوله. وبيقول لهم انه عارف هم جايين ليه وبيدوروا على ايه، وبيقول لهم ان مش هم لوحدهم اللي بيلعبوا اللعبه عشان يدوروا على امانتو اللي حولوهم، وان في غيرهم كتير حصل لهم نفس الكلام، وده السبب اللي خلى ساتشان تلعب اللعبه، وهو انها تقبض على امانتو اللي ورا كل ده. بعدها بياخدهم الوحش اسطوري، وبيقول لهم ان الامانتو اكيد هيجوا هنا عشان يصطادوه. فبيحس شنباتشي انه اخيرا لقى شخص محترم يقدر يعتمد عليه، لكنه في اللحظه دي بيكتشف ان يبقى هاسيجاوا، وفعلا زي ما قال بيظهر الامانتو اللي حولوهم عشان يصطادوا الوحش، وبيقول لهم لازم نتحالف معاهم ونهزم الوحش ونحسسهم انهم اصدقاء. وبيظهر الوحش الاسطوري بره البوابه عشان يبداوا القتال، لكن الامانتو بيهزموه بكل سهوله ومن غير اي مجهود، وبيقرروا يخرجوا من اللعبه. فبيجري هاسيجاوا وبيطلب منهم يعطلوهم لحد ما يرجع. فبيروح لهم جين وساتشان وكاجورا وبيفضلوا يتكلموا معاهم، وبيقول لهم جين على زعيم تاني للمكان عشان يهزموه، لكنهم بعد كده بيكتشفوا انهم مش امانتو ولا حاجه، دول هيجيكاتا وسوجو اللي بيلعبوا اللعبه لنفس السبب بتاعهم. فبيتقابلوا في مطعم في الحقيقه عشان يفكروا في حل للمشكله اللي هم فيها دي، وبيتعصب جين وبيقول لهم ان عدى 3 اسابيع ولسه ما استرجعش حاجته اللي اتاخدت منه. وبيظهر كاتسورا وبينضم لهم عشان هيحتاجوا تفكيره الغبي، وبيفضل كل واحد يتكلم عن حياته الشخصيه، وفي الاخر بيخرجوا من المكان محبطين ومش عارفين يعملوا ايه. فبيقرر كل واحد يركز في شغله وفي حياته. فبنشوف هنا جين وهو شغال سواق
سواق على عربيه نقل، وكوندو بيروح مقابله جواز من بتوع ماتسودايرا. وفي يوم وجين سايق على الطريق بيشوفوا سفينه الامانتو، ولما بيحاولوا يهربوا بيظهر كاتسورا وكوندو وبيعطلوا المحرك، وبيظهر هيجيكاتا وسوجو وبيدمروا المدافع، وبيقدر اليوروزيا انهم يقبضوا على الامانتو، وبيستخدم جين المفك بتاعه عشان يدمر جهاز التحكم الرئيسي وبيدمر السفينه. بس الغبي نسي انهم محتاجين الجهاز عشان يرجعوا تاني لشكلهم الطبيعي، وكل ده هاسيجاوا لسه جوه اللعبه عمال يقاتل الوحوش عشان هو مدو وملوش لازمه في الحياه. وهنا وبعد فتره غياب طويله بتظهر اوتسو باغنيه جديده ليها على احد المسارح، وطبعا شينباتشي ونادي المعجبين بيكونوا حاضرين ومتاثرين قوي، وهي حاليا مستنيه ميعاد نزول اغنيه جديده في السوق. لكن موظف شركه الانتاج بيقول لها ان الميعاد اتاجل لان المؤلف حصلت له ظروف، والمؤلف ده يبقى بانساي اللي جين لسه معلم عليه من فتره، وهو بيالف اغاني باسم تسومبو عشان ما حدش يعرف هويته الحقيقيه. وهنا بتضرب اوتسو الموظف عشان كان لسه هيقول ان اغانيها قبل تسومبو ما كانتش بتبيع في السوق، وبتحاول تكتب اغنيه لنفسها لكن الموضوع طلع صعب قوي فبتحزن وبتكتئب. ساعتها بتجيلها امها ومعاها كل اللي تعرفهم من اليوروزيا والشينسينجومي ونادي المعجبين، وبيشجعوها عشان تكتب الاغنيه، وبتبدا فعلا تكتب الاغنيه، وبتحاول مره واثنين والف لحد ما في الاخر بتقدر تالف اغنيه. لكن اليوروزيا بيعدلوا على الكلمات عشان تبقى اجمد، وبيحطوا شتايم وكلام قليل الادب، وبتطلع اوتسو على المسرح وبتبدا تغنيها للناس وبتعجبهم الاغنيه. بعدها بنشوف شينباتشي واقف مع نادي المعجبين على الشط وبيقول لهم يتخلوا عن اي واحده بيكلموها، وان المفروض ما يحبوش حد غير اوتسو وتكون هي البنت الوحيده في حياتهم. وطبعا بيسمعوا كلامه وبينزلوا الميه وبيبداوا ينادوا باسم اوتسو. وساعتها بيلاقي شينباتشي ازازه في الميه وبيلاقي جواها رساله، والرساله دي بيلاقي فيها واحده كاتبه انها عايزه تتواصل معاه وبعت صورتها. واول ما شينباتشي بيشوف الصوره بيقع في حبها وبيشكر القدر على اللحظه الجميله دي، وبيفضل ايام بيحاول يكتب لها رساله لكن الموضوع شكله صعب. والفتره اللي هو مشغول فيها دي جين وكاجورا واوتاي فاكرينه في اوضته بيعمل حاجات وحشه، لكن جين بيعرف موضوع الرساله فبيقول له شينباتشي ما تقولش لاوتاي عشان ما تتضايقش. وفجاه بتجيب له اوتاي شاي وحلويات بس مش عشان ياكلها، عشان حاجه تانية، لكن بما ان جين عارف اللي فيها فبيقوم واكل الحلويات. وبيفضلوا وقت طويل بيحاولوا هما الاثنين يكتبوا في الرساله لحد ما جين بيقول له اقلع النضاره عشان نتصور عشان لازم يبعتوا صوره زي ما هي بعتت. فبيلبس شينباتشي لبس مغنيين عشان يتصور بيه، لكنه بيلاقي جين بيصور النضاره لان في باله ان النضاره بتمثل 95% من شخصيه شينباتشي زي نضاره هاسيجاوا كده، وبيفضل يحطها على كذا حاجه عشان يشوف شكل كويس يبعته. وفي الاخر بيجيب سوجو وبيقول له انت كده شينباتشي قوي في نفسك. وسوجو كان جاي هنا بيدور على كوندو بالمناسبه. وفي الاخر بتوصل الرساله للبنت اللي كانت صورتها في الازازه، لكن اللي كان كاتب الكلام يبقى اختها الكبيره ام النضاره دي، بس هي حطت صوره اختها الصغيره عشان هي شايفه انها احلى منها، وده يخلي اللي يشوف الصوره يرد على الرساله بسرعه. وبتلاقي الصوره دي في الرساله وبتفتكر ان سوجو هو شينباتشي، والاخت الكبيره اسمها كيرارا والاخت الصغيره اسمها اورارا. وهنا بنشوف كيرارا وهي بترد عليه وبتقول ان نفسها تتعرف عليه اكتر، لكن في اللحظه دي بيكتشف شينباتشي امر الصوره اللي جين بعتها، وبيقول له ان اي حد هيشوفها هيفتكر ان شينباتشي المقصود في الرساله يبقى سوجو مش هو. وبيطلع كوندو من تحت البيت عشان يديله خبرته في رسائل الحب، وبيقول له ينسى حياته البائسه وشغله في اليوروزيا ويبدا يكذب عليها. يقول لها مثلا انه بيتدرب على ايد ساموراي عظيم زي جين، وانه بيحب الموسيقى الكلاسيكيه، وانه بيحلم يفتح الدوجو بتاع عيلته في يوم من الايام. وبيقول له يكلمها شويه عن اخته الكبيره، فبيبعت لها رساله وبيقول لها كل الكلام ده، فبترد عليه وبتفضل تحكي له عن اختها وما بتكتبش اي كلمه عن نفسها. وهنا بيظهر هيجيكاتا عشان يدور على كوندو هو كمان، وبيبدا كوندو يكتب الرساله لكنه بيقول فيها كلام قليل الادب، فبياخد هيجيكاتا مكانه وبيبدا يكتب رساله ملحميه بيقول فيها انه عايز يصاحب اختها اللي كانت بتتكلم عنها، وبيقول انه عايز يقابلها في اسرع وقت، لكنه بيمسح اخر سطر بتاع المقابله وبينبهر الثلاثه من ادائه. فبيروح شينباتشي عشان يبعت الرساله، لكن ساعتها بيفتكر هيجيكاتا انه نسي يمسح الكلام قليل الادب اللي كوندو كتبه. وفي الوقت اللي اختها بتقرف من الكلام اللي مكتوب بنلاقيها معجبه بيه لانها كل مره بتحس في الرساله انه شخص مختلف، وده طبيعي لان كل مره حد مختلف هو اللي بيكتب الرساله، وبتقول ان نفسها تقابله. وهنا بنشوف جين وكوندو وهيجيكاتا مستغربين ازاي قرت الكلام اللي كوندو كتبه وبتقول الكلام ده. فبيقوم كوندو مقطع الرساله وبيقول له اسمع مني اكيد في حاجه غلط. ولما بيجي يوم المقابله بنلاقي اورارا بتحاول تخلي كيرارا ترجع معاها البيت قبل ما شينباتشي يظهر، لكنها بترفض وبتقول انها على الاقل عايزه تشوف وشه. فبتساعدها اورارا وبتقول لها كلام يشجعها عشان تتحمس للمقابله، وبتقول لها تعمل اللي قلبها حاسس بيه، فبتقوم هربانه من المكان. بعدها بيوصل سوجو اكنه شينباتشي وبيتكلم مع اورارا بما ان صورتها كانت في الرساله الاولى. وهنا وجين بيتكلم مع شينباتشي بتيجي كيرارا تكلمه بعد ما بتسمع اسمه، فبيروحوا المكان تاني وبيتاسف لها شينباتشي وبيقول لها ان ما كانش قصده يخدع اختها، وانه اعجب بيها وحب يتعرف عليها اكتر، وبيقول لها انه مش هيقرب لها تاني لو حبت. ساعتها بتحاول كيرارا تقول له الحقيقه، لكن جين بيتدخل بكل رخامه وبيقطع كلامها، فبترجع في رايها وبتقول له انها عايزه تساعده يخدع اختها، وبيبداوا ينفذوا خطتها واللي هتبقى عباره عن ان جين هيعمل نفسه بيخطفها وهيظهر شينباتشي ويلحقها منه. فبيكلم سوجو عشان يقول له على الخطه دي، لكن الحيوان بيعاملها معامله الكلاب وهي بتبدا تتصرف زي الكلاب، ولما بيشوفوهم بيحاول شينباتشي يلحقها لكنها بتضربه. واضح ان سوجو قدر يشرسها. وهنا في الوقت ده بتعيط كيرارا وبتجري من المكان عشان شايفه ان ملهاش لازمه، وبيدخل عليها الليل وهي بتجري، وفجاه بيظهر كوندو وهيجيكاتا لكن بيلحقوا نفسهم قبل ما يخبطوها، وبتظهر اورارا وبتهاجمهم وبتكسر الازاز، وبيوصل جين وسوجو وبياخدوا العربيه وبيهربوا، وكوندو ماسك في باب العربيه وبيحاول يركب معاهم لحد ما بيوصلوا للمكان اللي فيه كيرارا، وبيلاقوها واقفه على سطح مبنى طويل وبتفكر ترمي نفسها. فبيطلعوا
لها عشان يعقلوها ويحاولوا ينقذوها، ولما بيبدا كوندو يتكلم بترمي نفسها، فبيفضل يصيح وبيقول لهم انا عملت ايه، لكن جين بينط وراها وبيلحقها، فبتبدا تحكي له حكايتها وبتقول له انها كانت عارفه ان مش شينباتشي اللي بيكتب الرسائل كلها، لكنها كانت بتحس بالكلام اللي كان كاتبه وان كل كلمه كانت طالعه من قلبه، ده غير ان الكلام اللي كتبوه كانوا كاتبينه عشان هم بيحبوه، لكنها كانت دايما وحيده ونفسها يبقى حواليها اصدقاء وناس بيحبوها غير اختها طبعا، وكل ده وهم متشعلقين بالمنظر ده. وهنا بيظهر شينباتشي وبيكتب لها انه عايز يتعرف عليها ويعرف اسمها، وان الرساله الجايه هتبقى موجهه ليها هي مش لاختها، وبيفضلوا يتواصلوا مع بعض وبتبعت له صورتها مع اورارا واصدقائهم، وبيعيش شينباتشي اجمل لحظات حياته عشان ده اول حب ليه بجد، غير اوتسو بقى وشغل المعجبين ده. بعدها بنشوف سادهارو وهو فاقد شهيته تاني، فبياخدوه للعياده البيطريه عشان يكشفوا عليه، وبيقول لهم الدكتور ان معدته فيها حاجه غريبه، لكنه مش قادر يتعرف على الحاجه دي فهيخليه ينزلها ويشوف بنفسه، لكنهم بيتوتروا وبيقولوا له انهم هيتولوا الامر بنفسهم، وبيترجوا جينو شينباتشي عشان يمشي وما يتصلش بالشرطه، لكن سادهارو بيطلع الحاجه اللي في معدته وبتطلع دميه غريبه شكلها بتاعت جينو وشينباتشي. وبنشوف هنا كاتسورا واليزابيث في العياده عشان الاشعه بينت ان جواها جسم غريب وهم جايين هنا عشان يشيلوه. وبنشوف هنا واحد كان جايب الكلب العجوز بتاع ابوه اللي اسمه كينتارو، وده اسم الكلب مش اسم ابوه، وبيقول له الدكتور ان جسمه مش هيتحمل اي علاج بسبب سنه، فبيشكر الدكتور وبيقول له يخلي باله منه، وبيتاسف لكينتارو وبيشكره. وبالليل بنشوف كاجورا وسادهارو وهم نايمين في العياده، وبتصحى كاجورا من النوم قلقانه، فبتروح لكينتارو وبتلاقي كاتسورا قاعد جنبه، وبيبدا يحكي لها قصه كينتارو مع الراجل العجوز، والقصه دي كان سمعها من الدكتور، فبتقرر كاجورا تاخده لصاحبه قبل ما يموت، ولما بتفتح باب القفص بتلاقيه واقف وبيترعش، ساعتها بيقرر كاتسورا انه يساعدها، وهنا بيقوم كينتارو ضربه وبيقول لهم انه كان مستني اللحظه دي من زمان، وانه ما صدق يهرب من الراجل العجوز اللي احتجزه في بيته 18 سنه، وبيعرفوا منه انه امانته من كوكب بعيد وشعبه اسمهم الطفيليات اكس، ودول بيتحكموا في اجسام الكائنات الحيه وبيمدوهم بقدرات قويه عشان يستخدموهم في تدمير الكواكب، وعشان كده بيطلق عليهم اسم اكلي الكواكب. وهو كان جاي الارض مع شعبه عشان يدمروها، لكن حظه الاسود خلاه يدخل في جسم كلب مهدد بالموت. ولما بيخلص كلامه بتطلب كاجورا البنت اللي شغاله في المطعم وبتقول لها تدخله الميكروويف وتعمل منه هوت دوج، وهنا بتظهر مجموعه من القطط، بس دول مش قطط بجد، دول امانته من كوكب بعيد هو نفسه كوكب كينتارو، واسمهم الطفيليات زد، ودول بقى يبقوا حماة العداله، يعني بالبلدي كده الابطال اللي بيحاربوا اكلي الكواكب، وهم هنا عشان يهزموا كينتارو وينقذوا كوكب الارض. في الوقت ده بنلاقي الراجل العجوز في المستشفى بين الحياه والموت واولاده حواليه، وباين من طريقه كلامهم انهم مش زعلانين عليه ولا فارق معاهم موته. ونرجع لهم تاني ونشوفهم بيهربوا من القطط اللي عايزه تهزم كينتارو، وبنلاقي كاتسورا بيحاول يعمل معاهم اتفاق عشان يسيبوه، لكنهم بيغضبوا اكتر وبيهاجموهم، فبيقرر انه يضحي بنفسه ويخليهم يتجمعوا عليه، لكنهم بيتجاهلوه وبيكملوا طريقهم. فبتقول كاجورا لكينتارو انه هيبقى الطعم وهي هتكمل طريقها للمستشفى، وبتمسك فيه القطط عشان يقتلوه، لكنه بيقدر يبعدهم عنه. بعدها بنشوف الراجل العجوز وهو بيخنق ابنه وبيغمى عليه على السرير، وبنشوف كاتسورا في المستشفى ووشه مليان دم بسبب الوقعه اللي وقعها على وشه، وبنلاقي جين وشينباتشي جايين المستشفى بطلب من اولاد الراجل العجوز عشان يدوروا عليه، فبيروح كاتسورا معاهم لكنهم مش بيرضوا يركبوه، وبيقول له جين مش هينفع انزل سوزان واركبك، يعني مش اتيكيت. فبيقول لهم كاتسورا على اللي بيحصل مع كاجورا، فبيقولوا له هنتقسم فرق، وبيسيبوا له سوزان وبيمشوا. في الوقت ده بنلاقي كينتارو واخدهم للمنتزه عشان يطمن على شموع حياته، وبيفضل يصيح لما بتاخد كاجورا واحده منهم، فبتحط له بدلها العاب ناريه وبتقول له دي شمعه حياتي، لكنه بيقول لها تطفيها عشان بتدوب الشمعه اللي جنبها، فبيقوم سادهارو مطفيها بالجهود الذاتيه، وبكده يبقى اتفضل له 3 شمعات بس ويموت. وبيبدا يفتكر ايامه مع الراجل العجوز، وبيقول لكاجورا انه من ساعه ما اتولد والعجوز عايزه يموت، ومش بس كده ده بعد عن اولاده وعن كل الناس اللي حواليه عشان مش عايزهم يشوفوه في اواخر ايامه، وفضلوا هما الاثنين كل واحد بيتمنى موت التاني لحد ما وقعوا هما الاثنين في نفس الوقت، وبيقول ان عشان كده العجوز مش هيبقى سعيد برؤيته. وهنا بيظهر العجوز في المنتزه ومعاه سلسله وبينادي على كينتارو، وفجاه بتظهر القطط بس بحجم اكبر من الاول، لكن كاجورا بتدافع عنه وبتهزمهم، لكن بتظهر قطط صغيره وبتهاجمهم وبيتجمعوا عليهم عشان يقتلوهم، بس كاجورا بتقدر تبعدهم عنها. ساعتها بيقرروا يستدعوا الطفيل اوميجا، وده هجين بين طفيل اكس مع طفيل زد، وفي وسط المعجنه اللي بتحصل دي بيخسر كينتارو شمعتين من حياته وبيتفضل له شمعه واحده، لكنه بيفضل يعافر هو والراجل العجوز وبيرجع تاني يفتكر ايام زمان. وبيطلع العجوز كان بيقول له يموت عشان امه ماتت وهو في بطنها واخواته التوأم ماتوا معاها، وهو ما كانش عايزه يبقى وحيد في الدنيا من غير ام واخوات، ده غير انه متوقع يموت قبله فمش عايزه يحزن على موته. وبتيجي اللحظه اللي بيقع فيها العجوز وكينتارو على الارض من التعب، وبنلاقي قائد القطط بينشن عليه عشان يقتله، لكنه مش عارف يضغط على الزناد، وبيرجعوا يقفوا من تاني لان كل واحد فيهم مش عايز التاني يحزن عليه. وبيموت كينتارو بعد كل ده لما بيلاقي الراجل العجوز وقع على الارض، لكنه طلع لسه عايش وبيفضل يعيط عليه لحد ما بيموت هو كمان. نيجي هنا لليوروزيا واوداي ونشوفهم هم في رحله استجمام للينابيع الحاره، والمكان اللي هم رايحينه ده اوتوسي هي اللي قايله لهم عليه، لكن جيم مش مرتاح لها وحاسس ان في حاجه غريبه هتحصل. وفعلا بيوصلوا المكان وبيلاقوا الغربان في كل حته والمدخل متدمر زي ما احنا شايفين، وغير كده فهم بيشوفوا يافطه مكتوب عليها كلام بالدم، لكنهم بيفتكروه دهان ساح وقت الصيف بسبب الحر. وبتروحوا اوتاي وكاجورا عشان يدوروا على حد يتكلموا معاه، لكن جيم بيقول لهم ان المكان ده اكيد مسكون بالاشباح وعايز يمشي. وهنا بيشوف جين وشينباتشي واحده في المكان، وبيلاحظ شينباتشي ان ملهاش اثار اقدام على التلج، فبيترعب جين وبيقول له اكيد مفيش شبح بيظهر في النهار، دي اكيد مش شبح. وفي الوقت ده بتظهر اوي
اويوا صاحبه المكان اللي اوتوسي بعتهم ليها وبيلاقوا وراها ظل غريب وبيترعب جين وشينباتشي. بس في حاجه غريبه وهي ان اوتاي وكاجورا مش خايفين، وده لانهم اصلا مش شايفينه. ولما بيدخلوا المكان بيلاقوا ساعه من بتوع افلام الرعب وخيوط عنكبوت في كل مكان، وفجاه بيلاقوا الشبح اللي على كتف اويوا اختفى وبيفتكروا انه كان مجرد وهم. وهنا بتخيرهم اويوا ما بين غرف على الطراز الياباني او الغربي، فبيختار جين وشينباتشي الياباني عشان هم ساموراي مؤصلين، فبتقول لهم ان دي هي الغرفه اللي هيناموا فيها. فبيفضل جين وشينباتشي يفكروا ايه الكائن المرعب اللي جوه الغرفه ومختوم بكل الاختام دي، وبيقول لها جين احنا ساموراي بس مزيفين، ما تاخديش على كلامنا. فبتبدا تشتغلهم وبتقول لهم ان في طفل عامل حفر في الباب وعشان كده هي حاطه كل الورق ده. لكنهم لما بيدخلوا الغرفه بيشوفوا المنظر ده فبيطلعوا يجروا على غرفه اوتاي وكاجورا، وبيترجاهم جين يغيروا معاهم الغرفه وبيقول لهم احنا مش ساموراي، احنا مجرد خنازير. ولما بيفتح شينباتشي الباب بيتفاجئ بالمنظر ده فبيقوم قافل الباب تاني بسرعه. لكن برضه اوتاي وكاجورا مش شايفين حاجه وقاعدين على طبيعتهم، وبتيجي اويوا ومعاها اكل عشان ياكلوا وبنلاقيها بتاكل الشبح اللي ملازمها. فبيترعب جين وشينباتشي وبيطلعوا يجروا من المكان، لكنهم بيلاقوا الطريق مسدود بصخره ضخمه وبيسمعوا صوت شبح بيهزر وبيضحك، فبيضطروا يضحكوا وهم مجبرين بدل ما يعمل فيهم حاجه. بعدها بنشوف اوتاي وكاجورا عايشين حياتهم ومش داريانين باللي بيحصل، وجين وشينباتشي مش قادرين حتى يصرخوا من الخوف. لكن فجاه بيقول جين ان ده ممكن يكون بخار ميه وبيخلي شينباتشي يشفطه، فبيتغير شكله للمنظر الغريب ده، بس هو مش حاسس باي تغير. ومش لوحده، ده اوتاي وكاجورا هم كمان شكلهم اتغير، وكل ده ايوه بتراقبهم وعماله تضحك عليهم. فبيروح جين وراها عشان يمسكها، لكنه بيدخل مكان مرعب وبتظهر ايادي في كل مكان. لكن فجاه بتبدا الايادي تسقف له وبتظهر ايوه وبتقول له انه نجح في الانترفيو، وهو واقف يا عيني مش فاهم ايه اللي بيحصل. بعدها بتاخده على غرفه الملابس عشان يلبس لبس الشغل، وبتقول انه هيبقى مناسب للمكان بما انه بيقدر يشوف الارواح. وفجاه بتظهر روح بنت من الحيطه اسمها ري وبتقول لها ايوه اتعلم جين اصول الشغل معاهم، وبتقول له ان الارواح لو عرفت اسمه الحقيقي هيتم سحبه للعالم الاخر، عشان كده لازم يخليه سر مع نفسه وما يعرفوش لحد. فبيفضل جين يفكر مع نفسه هو الانمي ده بتاعنا ولا انا رحت انمي تاني، وبتدي له ايوه سناكس عشان دي اللي هتخلي الارواح تسمع كلامه. وهنا بتقول له ري ان اوتوسي بعتتهم هنا اصلا عشان يشتغلوا في المكان، وكل اللي حصل لحد دلوقتي كان اختبار من ايوه عشان تشوف هم مستعدين ولا لا. وبتقول له ان قدرتهم على التشكل بسبب وجود مجال مغناطيسي قوي حوالين المكان او ما يعرف بمنطقه الطاقه الروحيه. بعدها بيروحوا لزبون عامل قلق في المكان، وبتقول له ري ان ده يبقى نوبوناجا، وده قائد عسكري مشهور في اليابان، وهو هنا عمال يشتكي من ميتسوهيدي، وده واحد من رجالته اللي غدر بيه وقتله. وفي الاوضه اللي جنبه بنشوف ميتسوهيدي اللي عمال يشتكي هو كمان من هيديوشي اللي غدر بيه وقتله، وبيظهر هيديوشي وبيقول لهم يبطلوا خبط على الحيط عشان مش عارف ينام. فبيتجمع الثلاثه وبيفضلوا يتكلموا وكل واحد بيعمل اهبل اكنهم مش فاكرين هم عملوا ايه قبل ما يموتوا. وفجاه بيظهر واحد رابع ملوش دعوه بالحوار وبيقتلهم عشان مزعجين وعاملين دوشه. بعدها بيستقبلوا زبون جديد خالع راسه وبيدخل المكان وبيخلي جين يشيلها له، وفجاه بيلف الشعر على ايده فبيقوم راميها على الارض. ولما بيطلب الزبون حاجته وراسه بيقوم جين مركب له راس غزال. بعدها بيقابل جين هيكل عظمي وبيطلب منه يدعك له ظهره عشان ايده مش طايله، فبيقول له جين هو فين ظهرك يا معلم، واول ما بيلمسه بيتكسر جسمه. فبيقول له الهيكل ايه الصوت ده، فبيقول له جين لا ما تشغلش بالك دي موسيقى. وفجاه جين بيلمس جمجمته من غير قصده وبيتلاشى، فبيروح لايوه وبيحكي لها على اللي حصل، وبيفضل الشبح اللي معاه يزعق له ويهزقه. ولما بيحاول جين يرد عليه بيتعصب وبيخوفه، فبيتاسف له جين وبيعتذر له على قله ادبه. وكل ده الشباب قاعدين بيلعبوا هنا وبيضحكوا ضحكات غريبه، وجين قاعد ياكل ويعيط وبيقول انا عملت ايه في حياتي بس عشان يحصل لي كل ده، لكنه بيقرر يدمر المكان عشان يخلص من الهم ده. وهنا بتظهر ري وبتقول له انها عايزه تساعده لان ايوه بتعاملهم معامله العبيد، بتديهم اجر قليل وهي على قلبها قد كده. وبتقول له ان الشبح اللي معاها ده يبقى جوزها اللي مات، وده اقوى شبح في سيمبوكيو واسمه تاجو ساكو، وعشان كده هم لازم يتعاونوا مع شبح قوي عشان يقدروا يهزموه. فبيروح لنوبوناجا وميتسوهيدي وهيديوشي عشان يساعدوه انه يبوظ حفل استقبال لزبون مهم. وتاني يوم بيقول لهم يبداوا ينفذوا الخطه، لكنه بيلاقيهم باصين لبعض بقرف وعايزين يتخانقوا، فبيرمي لهم اكل عشان يهدوا شويه ويبعدوا عن بعض، وبيقول لهم ان الهجوم هيبدا لما ينزل الزبون في الميه. لكن وقت التنفيذ بيهجموا عليه هو، وده لانهم شغالين مع ايوه من الاول، اللي بتظهر وبتقول له انه محتاج اقوى شبح في العالم عشان يقدر يهزمها، وبترميه في السجن عشان يتربى. لكنه اول ما بيفوق وبيفتح عينه بيلاقي اشباح كاجورا وشينباتشي واوتاي قدامه، وبيقرر ان ده هو وقت الانتقام. وهنا بتسال ايوه هي ليه ري خانتها وحاولت تدمر المكان، فبتقول لها انها شغلتها هنا غصب عنها وانها اتغيرت عن الاول. لكن ايوه مش بيعجبها الكلام وبتحبسها في الاوضه اللي هي فيها دي، وبتحط عليها ختم لمنعها من الخروج. بعدها بتتصل اوتوسي عشان تطمن على الشباب، لكنها بتشتكي لها ان جين حاول يخونها، وبتقول لها ان الحساب اللي اتفقوا عليه هيقل النص، وانها لازم اصلا تدفع لها فلوس على اللي جين عمله مش العكس. وبتقول لها برضه انها عاقبته وخلته مطيع لدرجه انه حب المكان ومش عايز يمشي، هو بس ناقصه شويه تدريب ويبقى انسب واحد يمشي المكان بعدها. وبتقول انها هتاخده منها زي ما خدت جوزها منها وهم صغيرين، شكلها ست قادره ومفتريه من زمان. وهنا بتقول لها اوتوسي ان كل حاجه هتبقى تمام طالما هترجع لها البنتين والولد. اما بقى جين اللي ما بيدفعش ايجار الشقه ده فهي ما صدقت تبعده عنها، بس كل ده مش بجد لانها واثقه فيه وعارفه ان محدش يقدر عليه. وفعلا بيبدا جين يتحرك وبيدمر السجن اللي هو فيه، فبتروح ايوه جري عشان تلحقه قبل ما يهرب او يعمل حاجه في المكان، لكنها بتلاقيه قاعد يهزر ويحتفل مع الاشباح في المكان، وهي واقفه مستغربه ازاي اوتاي وشينباتشي وكاجورا اشباح من غير ما يموتوا. ساعتها بيقول لها تاجو ساكو ان ده بسبب المنطقه الروحيه اللي هم فيها، ده غير قوه الصداقه بينهم اللي خلتهم يبقوا اشباح عشان يساعدوه. وفجاه بيبدا الاشباح يختفوا واحد
واحد ورا التاني لان جين عارف الطريقه اللي يجبرهم ينتقلوا بيها للعالم الاخر، وهي انه يخليهم سعداء وراضيين لانهم في الاصل اتجسدوا بسبب ندم في حياتهم السابقه. وبيبدا جين يغني لهم اغنيه حزينه بصوته البشع بتخليهم ينتقلوا واحد ورا التاني للعالم الاخر. وهنا بيبدا ميتسوهيدي يتاسف لنوبوناجا على خيانته ليه قبل ما يختفي، وبيبدا نوبوناجا يعمل نفس الكلام لكنه بيقول لهيديوشي ما تنساش ترجع الفيلم اللي اجرناه الاسبوع اللي فات. وهيديوشي شكله كده مش عايز يختفي لكن اوتاي بتقوم دايسه على وشه مبخراه. وهنا بتيجي لحظه مواجهه جين لاويوا وتاجوساكو، وبيقول لها انه هيوديها للعالم الاخر مع الاشباح اللي كانت في المكان، لكنه بيبدا يحس بهاله تاجوساكو الشريره، وبتقول له ايوه انه مش زي الاشباح الضعيفه اللي كان بيتعامل معاها وده بسبب الرابط القوي اللي بينهم، وبتقول له انه دايما وابدا هيفضل يحميها، وبتبدا تفتكر ماضيها معاه وازاي كان بيحميها دايما لحد ما تعب ومات، وبتبدا تمتصه جواها عشان تكتسب قوه اكبر وتقدر تهزم جين، وبتتحول لهذا الكيان الضخم وبتبدا تهاجمه بقوه مخيفه، لكنه بيرد عليها ما هو مش هيقف ساكت ويسيبها تضربه، فبتقوم ماسكاه من رجله ورمياه بعيد وبتهجم عليه بسرعه قبل ما حتى ياخد نفسه وبتبهدله اخر بهدله، وبتبدا تضربه ضربات سريعه زي الجاتلينج بيستول بتاعه لوفي، وبتنزل عليه بالضربه القاضيه وبتفتكر ان كده هزمته لكنه بيرد عليها بهجوم قوي، وده لانه اتحول هو كمان بعد ما امتص ري جواه، وده لانه ايوه ما خدتش بالها وسط القتال ان المكان ده يبقى الاوضه اللي هي مسجونه فيها، وبتبدا ري تفكرها بايام زمان وقت ما لقيتها في الشارع وهي طفله صغيره وعرضت عليها انها تروح معاها للمنتجع اللي هي بتديره، واللي كان هدفها زي ما جين كان بيعمل من شويه وهو توصيل الارواح بسلام للعالم الاخر، لكن في يوم حصلت حاجه خلت المكان خراب وخلت الارواح الغاضبه تملى المكان وما بقتش قادره ترحل عن هذا العالم، ودلوقتي جه الوقت اللي لازم يتغير فيه كل ده وبيرجعوا تاني يهاجموا بعض، لكن جين مش بيقدر عليها بقوته الحاليه، فبيتحول للمستوى التاني واللي بيتعاون فيه مع روح كاجورا وبيبقى اقوى وبيقدر انه ياثر عليها، بعدها بيتحول للمستوى التالت اللي بيتعاون فيه مع اوتاي وبيشكل حاجه زي الراسنجان بتاعه ناروتو بس باسلوب اوتاي وبيهاجمها في وشها، وهنا بيجي دور المستوى الرابع، بس مين ده وبيعمل هنا ايه؟ اكيد امتصه بالغلط، وفجاه بيظهر شينباتشي وبيقول له المكان هنا زحمه قوي وبتضربه ايوه وبتخرج من جسمه كل الارواح ما عدا واحد، فبتهاجمه عشان تخلص منه وهو ضعيف كده لكنه بيقدر يهزمها بقوه الروح اللي جواه، واللي بتطلع هي روح الشخص اللي ضرب نار على نوبوناجا، شخص ملوش اي دعوه بالموضوع اصلا وشكله جاي الانمي غلط، وهنا بتبدا تعترف بهزيمتها وبتعتذر لتاجوساكو لكنه بيقول لها انه هيفضل يحميها زي ما وعدها، وبيبدا يتحول لكائن اكتر شرا من اللي كان عليه وبيبدا يمتص الارواح جواه، ومش الارواح اللي موجوده في المكان بس، ده بيمتص ارواح الكائنات الحيه في القريه وحتى روح ري وارواح ابطالنا، فبيحاول جين يساعدهم عشان يدخلوا جواه لكن روحه بتطلع هي كمان وبيتحط في نفس موقفهم، ساعتها بتسيطر الروح دي عليه وبتاخد جسمه وبتدخل جوه، فبتحاول اوكامي تساعدهم لكن جين بيقول لها انه مستعد يسيب نفسه لتاجوساكو على انه يدخل جواها بالطريقه دي، وهنا بتساعدها ري وبتضحي بنفسها وبيقدر الشباب انهم يمسكوها وبيساعدوها، وفي الوقت الصعب ده بتفتكر ايوه ان الارواح كانت دايما معاها عشان ما تبقاش وحيده، وبتلمس دمعتها تاجوساكو وكل الارواح اللي جواه وبيبداوا يتحرروا من غضبه وبينتقلوا جميعا بسلام للعالم الاخر، بعدها بتودعهم ايوه وبتشكرهم وبترجع تاني لمهمتها ومساعده الارواح على الانتقال بسلام للعالم الاخر، لكنها مش هتعمل كده لوحدها لان ري قررت تفضل معاها وتساعدها في اداره السمبوكيو، وكل ده كان تريقه على انمي جوجو بيزار واللي مؤدي صوت جنتوكي يبقى هو نفسه مؤدي صوت جوزيف جوي ستار في الجزء الاول منه. بعدها بيتقابل كوندو وساتشان في الشارع وبيفضلوا يتكلموا شويه عن جين واوتاي وكل واحد بيحاول يبين ان قصه حبه افضل من التاني، وبيتفقوا في الاخر انهم يساعدوا بعض عشان جين واوتاي يحبوهم، فبتروح ساتشان لاوتاي وبتوريها جواب اكنه من كوندو لواحده بيحبها عشان تغيره وكده، لكنها بتقول انه شخص كويس وربنا يوفقه معاها، وكوندو هنا مع جين وبيقول له ان ساتشان حبت واحد تاني وخلاص هتبعد عنه عشان يغير برضه لكنه غير مهتم بالمره، فبيعملوا انهم بيحبوا بعض لكن مفيش فايده لا مع جين ولا مع اوتاي، فبتقعد ساتشان على الشط وهي زعلانه ان جين واوتاي مش بيبادلوهم نفس المشاعر، وكوندو بيمشي وهو زعلان على نفسه وعليها برضه، فبيروح لجين وبيقول له انهم كانوا بيمثلوا عليه وانها مش بتحب غير واحد بس، واحد تافه ومش مهم وما عندوش احساس، يمكن البعيد يحس على دمه شويه، وبتروح ساتشان لاوتاي وبتقول لها برضه على التمثيليه اللي كانوا عاملينها وبتقول لها برضه ان كوندو مش بيحب غير واحده بس، واحده عنيفه ومتسلطه وفظيعه وبرضه ما عندهاش احساس، فبيقول جين ان مفيش قدامه غير امر واحد لازم يعمله، وبتقول اوتاي ان مفيش قدامها حل تاني، فبيروحوا لكوندو وساتشان وبيقولوا لهم يعبروا عن مشاعرهم ويقولوا كل اللي في قلبهم، فبتعترف ساتشان بحبها لجين وكوندو بيطلب من اوتاي تخرج معاه، لكن بيطلع جين جايب لها سيجاوا لان ده هو الشخص اللي جه في باله من كلام كوندو، واوتاي بتجيب كاسرين برضه لنفس السبب، وبيتحطوا هما الاثنين في موقف محرج قوي، موقف ازبل من الزباله الصراحه. بتبدأ حكايتنا في يوم جميل والشمس في منتصف السماء، وبنشوف جين وهو بيخبط في طفل في الشارع اسمه سيتا، وده بيطلع حرامي وسرق محفظته لكنه مش بيلاقي فيها ولا ين، ولما بيدور على محفظته مش بيلاقيها، وده لان جين سرقها منه لحظه ما خبطه، فبيروح وراه وهو بيعد فلوسه وبيقول له ان دي محفظته، ودي كانت النتيجه، وبيفضل جين يديله شويه دروس عشان يتعلم ما يعملش كده تاني، وبيقول له يرجع الفلوس اللي كانت في محفظته اللي شفناها وهي فاضيه، لكنه بيترجاه يسيبه وبيقول له انه كان مضطر يعمل كده عشان محتاج فلوس. يا ترى بقى محتاجها ليه وايه القصه ورا الطفل ده اللي
اللي هنعرفه في فيديو النهارده مع اجمل ارك في اول 3 مواسم من جنتاما. يعني كل اللي فات من جنتاما كوم والارك ده كوم تاني. فقبل ما نكمل يا ريت ما تنسوش اللايك وكلامكم الحلو في الكومنتات او انتقاداتكم، يعني قولوا كل اللي نفسكم فيه. ويلا بينا نكمل عشان نعرف قصه الطفل ده. بعدها بيروح جين وسيتا لمدينه يوشيوارا توجينكيو اللي الامانتو ساهموا في بنائها، ودي هي العالم السفلي اللي بيديروا مسؤولي الحكومه الفاسدين، ودي فيها كل انواع المجون وكسر القوانين، ودي منطقه معزوله تماما وقوانين السطح مش بتطبق عليها، واللي خلى ده ممكن يبقى ملك الليل هوسن مالك وحاكم يوشيوارا واخطر شخص في الامبراطوريه. ودي هي هنوى اللي ممكن نقول عليها ملكه المضيفات، يعني نمبر 1 على نساء يوشيوارا، ودي هي اللي سيتا بيحاول يجمع الفلوس عشان يقابلها. وهنا بنشوف توسي وكاسرين وهم بيضحكوا عليه لما بيعرفوا بموضوع انه عايز يقابل هينوا، فبيسالوا جين عن السبب اللي بيخليه يعمل كل ده. فبيبدا سيتا يحكي له عن جده اللي رباه واللي قال له قبل ما يموت ان امه ما تخلتش عنه، وانها انقذته من الظلام والعبوديه اللي كان ممكن يبقى فيها، وبيقول ان هنوى دي ممكن تكون امه اللي بيدور عليها، وعشان كده هو عايز يقابلها ويتكلم معاها. ساعتها بتعرض عليه توسي يشتغل معاهم، وهي هتحاول تساعده على قد ما تقدر. وبعد كل المأساويات دي بيقول له جين ما تنساش ترجع الفلوس اللي كانت في المحفظه. ونرجع تاني ليوشيوارا ونشوف مجموعه من الساموراي بيدوروا على هينو عشان عايزينها تساعدهم يوقعوا الامبراطوريه. ساعتها بتظهر واحده اسمها تسوكيو، ودي هي قائده الهياكا اللي هم الوحده العسكريه اللي بتحمي مدينه يوشيوارا، وبتقدر بقوتها وسرعتها اللي ما نقدرش نستهون بيهم انها تهزمهم بكل سهوله، شبه زورو بالغرز اللي في وشها دي، لا وواثقه من نفسها. في الوقت ده بنلاقي توسي بتسال جين هل هو ناوي يروح يوشيوارا، وبتفضل تحذره من هوسن والهياكا وبتفكره بخطوره مدينه الليل. وهنا بنشوف الراجل اللي سيتا بيديله الفلوس اللي بيجمعها عشان يقابل هينوا، وبنلاقيه بيتكلم عنه مع زميله اللي قاعد معاه، ومن كلامه بنعرف ان الاكل والشاي اللي بيزلطهم دول من فلوس سيتا، وبيقول ان طفل زي ده مستحيل يقابل واحده زي هينوا. وفجاه بيظهر جين في ظهرهم وبيعلمهم الادب وبياخد الفلوس اللي معاهم، لكن بتظهر واحده من الهياكا وبتقول له انه لو ناوي يساعد سيتا فالافضل انه يستسلم، لان قوانين يوشيوارا مختلفه تماما عن قوانين السطح. فبيقول لها جين بكل تواضع ان المكان مش هيفرق لانه كده كده هيعيش بقوانينه الخاصه. فبتهجم عليه بالكوناي عشان تقتله، لكنه بيهزمها بضربه واحده وبيهرب من المكان. في الوقت ده بنلاقي شنباتشي مع كاجورا وسيتا في لبس مضيفات عشان ما حدش يتعرف عليهم، وبيقول شنباتشي لسيتا ان الراجل اللي كان بيديله الفلوس طلع نصاب وضحك عليه، وبيقولوا له ان دي حاجه غريبه اصلا انه يدفع فلوس عشان يقابل امه، وعشان كده هيساعدوه انه يقابلها وجها لوجهه ومن غير فلوس. وهنا بنشوف واحده تبع الهياكا بتقول له هوسن على اللي بيحصل، وبتقول له على الساموراي اللي اتسلل للمدينه وانه بيساعد سيتا عشان يقابل امه. ساعتها بيقول هوسن ان سيتا ده اكيد يبقى الطفل اللي هينوا هربته من 8 سنين، وبيقول لها تستعين بتسوكيو عشان يمنعوهم من الخروج للسطح مره ثانيه. بعدها بتظهر تسوكيو والهياكا عند كاجورا وشنباتشي وسيتا وبيبداوا يهاجموهم، لكن كاجورا بتقوم بالواجب وبترد عليهم. فبيحاول سيتا يهرب مع شنباتشي، لكن تسوكيو بترمي عليه كوناي عشان تقتله، وفي اللحظه دي بيظهر جين وبينقذهم، ودي هي النتيجه. مفيش فايده، هيفضل طول عمره غبي. وهنا بيقول له شنباتشي انه متصاب في وشه، فبيقوم شايل الكوناي بسرعه وبيقول ايه ده فين مش واخد بالي، وبيعمل عبيط كانه دخل دخله اسطوريه بتاعت بطل الانمي وكده. وكاجورا والهياكا واقفين مستغربين من الغباء اللي بيتقال قدامهم، وبتقول له تسوكيو هو ازاي قدر يصد كل الكوناي اللي رمتهم، ولسه هيرد عليها بيلاقي كوناي تانية في ايده الشمال، فبيتجاهلها وبيعمل نفسه ما سمعش حاجه، وبيقول له شنباتشي اعمل نفسك كنت بتضحي بجسمك عشان تنقذ سيتا، لكنهم بيلاقوا سيتا اصلا متصاب هو كمان، فبيتوتر جين وبيزعق لهم عشان يداري على خيبته. لكن واحده منهم بتقول ان الكوناي اللي في راسه دي نتيجه ان جين غير اتجاهها، وبتقول له تسوكيو انها هتقضي عليه زي ما عملت مع سيتا، وبترمي الكوناي عليهم هم الثلاثه وبتهزمهم. وهنا بتقول لاعضاء الهياكا انها تتولى امرهم وبتمشيهم، وبيطلع كل اللي حصل منها ده كان تمثيل، وكل الكوناي اللي رمتها عليهم ما كانتش حقيقيه، وبتاخدهم بعدها المكان سري عشان يهربوا منه لانهم مش هيقدروا يخرجوا من بوابه المدينه. وبيعرفوا منها ان هينوا هي اللي طلبت منها تعمل كده، لانها عارفه ان هوسن استحاله يخليها تقابل ابنها، لان ساعتها ممكن تفكر تهرب معاه، ودي حاجه مستحيل تحصل في يوشيوارا، لان كل واحده دخلت المكان تعرف اسرار خطيره عنه وعن الناس اللي بيترددوا عليه، وعشان كده ما ينفعش ان واحده من المضيفات ترجع للسطح مره ثانيه. لكن في ظل كل اللي بيحصل ده مفيش غير هينوا هي اللي عندها امل في بكره، وهي اللي خلتها تتقبل المكان ده بعد ما كانت بتحاول تخليهم يقتلوها، وتقربوا لبعض اكتر واكتر مع الايام لحد ما بقت هينوا اشهر مضيفه في يوشيوارا، وتسوكيو بقت قائده الهياكا بعد ما جرحت نفسها في وشها عشان تقدر تحميها. وبتكمل كلامها وبتقول لسيتا ان ولاد الطفل في يوشيوارا بمثابه حكم عليه بالاعدام، وعشان كده هينوا حاولت تهربه للسطح عشان ما حدش يقدر يوصل له، لكن هوسن كان عارف انه لسه في المكان وهددها بيه عشان تفضل في يوشيوارا، وده سبب زياده يخليها ما تقدرش تهرب من المكان. وفي وسط الحديث الممتع ده بيظهر واحد من عشيره الياتو في المكان وبيقول لهم يسلموا له الطفل، فبتقول تسوكيو انه مش احد اتباع هوسن، وبتقول كاجورا ان شكله خطير وريحه الدم اللي طالعه منه بتبين انه مختال حقيقي تبع الياتو، فبتحاول تسوكيو تعطله على ما يهربوا لكنها مش بتقدر عليه. وفجاه بيظهر واحد تاني بيهاجم جين وبيهزمه شر هزيمه وبيخطف سيتا، والموضوع مش بيقف لحد هنا وخلاص. بيظهر اخو كاجورا اللي حاول يقتل اوميبوزو وبيهزمها بكل سهوله، وكل المضيفات واقفين مرعوبين من اللي بيحصل في المدينه، وبكده يكون الثلاثه دول قدروا انهم يهزموا اليوروزيا وقائده الهياكا في لحظات ومن غير اي مقاومه تذكر. وهنا بعد ما قدروا يهربوا منهم بتقول لهم تسوكيو انهم تبع قراصنه الهاروسامي، واللي عدد
كبير من المضيفات تم شرائهم عن طريقهم كنوع من الاتجار بالبشر، وبتقول لهم ان هوسن يبقى مسؤول كبير في طاقم الهاروسامي ده، غير انه كان معروف في يوم من الايام بملك الياتو، لدرجه انه قدر يقف في وش اوميبوزو اللي يعتبر اقوى مغتال في عشيره الياتو. لكن كاجورا بتقول ان هوسن مش هو الشخص اللي لازم يخافوا منه، لان الخطر الحقيقي باخوها الكبير كاموي قائد الفرقه السابعه للهاروسامي، واللي بنشوفه هنا قاعد مع هوسن اللي يعتبر معلمه والقائد السابق للفرقه السابعه، وبيعرض عليه هوسن كل اللي هو عايزه من اكل وشرب ومضيفات. لكن كاموي بيطلب منه يقابل هينوا ليله واحده بس، وبيقول انه جايب لها هدايا وعايز يديها لها بنفسه. لكن هوسن بيرفض طلبه، عشان كده بيفضل كاموي يستفزه وبيقول له انت شكلك عجزت وبقيت ضعيف لدرجه انك خليت واحده تسيطر على تفكيرك. فبيضربه هوسن عشان يأدبه، وبتطلع المجموعه دي جايه هنا عشان يخلصوا منه، لان قاده الهاروسامي بقوا خايفين من قوه يوشيوارا وقوه ملك الليل هوسن. وهنا بتقع واحده من المضيفات على الارض اللي هوسن ضربها مكان كاموي، اللي بيهاجمه وبيجرحه في وشه بكل سهوله بسبب سرعته الكبيره. وهنا بيقول هوسن انه شاف النظرات دي قبل كده، نفس النظرات اوميبوزو اللي رفض انه يبقى واحد من رجالته لما لقبوه بملك الياتو، لدرجه ان القتال بينهم استمر 3 ايام متكامله لحد ما انتهى بسبب ان اوميبوزو كان عايز يدخل الحمام. فهل ممكن كاموي يكون بنفس قوه اوميبوزو ويقدر يهزم هوسن؟ هنعرف كمان شويه، لان في الوقت ده ليوروزيا وتسوكيو بيجهزوا نفسهم عشان ينقذوا سيتا، لكن جين بيرفض ان تسوكيو تروح معاهم عشان ما تبقاش خاينه ويتخلصوا منها بعد ما كل ده ينتهي، لكنها بتقول ان ولائها عمره ما كان ليوشيوارا، وانها تسيب سيتا يموت قدامها هي دي الخيانه. ونرجع تاني للقتال الملحمي بين هوسن وكاموي، وبنشوف اونجي والاقرع ده بيحاول يوقفه، لكن كاموي بيرفض وبيقول ان اللي هيتدخل هيقتله، وبيرجع يهاجم هوسن تاني لكنه بيصيبه في رجله وبيجيبه الارض. بس حتى هو في الموقف ده بيبتسم كاموي وبيقول له هوسن ان ساحه المعركه هي مكانه، مش المكان الفاسد اللي هو بيضيع فيه وقته ده. ولما بيحاولوا يوقفوهم بيفقد ابوتو دراعه وبيموت اونجي على ايد كاموي، وساعتها بيقول ابوتو لهوسن انهم مش جايين هنا عشان يخلصوا منه، هم القاده بس عايزين منه دليل انه مش هيخونهم. لكن هوسن مش فارق معاه فلوس او غيره، بس لو حد فكر يقرب ليوشيوارا هيشوف القوه الحقيقيه لملك الليل. فبيمشي كاموي من المكان وبيقول له انه ما بقاش يستحق يضيع وقته عليه. بعدها بنشوف تسوكيو مع ليوروزيا وهم متنكرين عشان يوصلوا لهوسن وسيتا، وبمجرد ما بيدخلوا المكان بيلاقوا الهياكا مستنيينهم بعد ما كشفوهم، لكنهم بيفجروا قنابل دخانيه في المكان وبيكملوا طريقهم، وبتفضل تسوكيو وراهم عشان تعطل الهياكا، فبياخد منها جين الغليون اللي هي بتدخنه عشان يتاكد انها ترجع لهم بالسلامه. في الوقت ده بنلاقي ابوتو بيهاجم كاجورا وبيفتكر انه قتلها، لكنها بترجع له وبترد له الهجوم، وبيعرف ساعتها انها من الياتو، وبيقرر شينباتشي انه يساعدها عشان يهزموه. وهنا بنشوف تسوكيو وهي بتتلقى وابل من الكوناي بجسمها ومش بتحاول تهرب، لانها عايزاهم يطبقوا عليها القانون زي ما كانت بتطبقه على اي واحده حاولت تهرب من المكان، وبتقول لهم ان استمرارهم في حمايه هوسن ويوشيوارا ده اختيارهم، وانها قررت تموت وهي شامخه على انها تموت عبده عند هوسن، وده بيخليهم يتاثروا بكلامها وبيرفضوا يقتلوها، لان كتير منهم حاولوا يهربوا لكن تسوكيو زيفت موتهم وضمتهم للهياكا بدل ما تقتلهم. في الوقت ده بيكون شينباتشي وكاجورا ضايقين المر على ايد ابوتو ومش عارفين يهزموه، وبيعرف ابوتو من كاجورا ان كاموي يبقى اخوها الكبير اللي بيوصل لسيتا وهو بيحاول يهرب من المكان وبيتمكن منه عشان يساوم هوسن عليه ويخليه يقابل هينوا، وبيقدر انه يهزم اعضاء الهياكا بكل سهوله. وهنا بنشوف كاجورا بتحاول بكل قوتها انها تهزم ابوتو عشان توقف اخوها، وبتقدر انها تجرحه في ودنه، لكنه في النهايه بيوقفها وبيكسر لها دراعاتها وبيفضل يذلها. ولما بيحاول شينباتشي يساعدها بيرفعوا ابوتو في الهواء وبيخيرهم مين فيهم هيموت الاول، وبعد ما خلاص قرر بنفسه انه يقتل شينباتشي الاول بتصرخ كاجورا بعلو صوتها وبيتحرر الوحش المرعب اللي جواها، فبتبدا تهاجم ابوتو بشكل اقوى واسرع بكتير عن الاول، وبيقول ابوتو ان ده نتيجه كسر السلسله اللي بتحجم قوه الياتو اللي جواها. وفعلا زي ما بيقول كاجورا فقدت وعيها بالكامل عشان تحمي شينباتشي، فبيحاول يوقفها بكل قوته لكن مفيش فايده ولا كانها اتاثرت، وبترد له الهجوم بهجوم اقوى منه. وشينباتشي هنا واقف يعني مش قادر يتدخل او حتى ينطق بنص كلمه من كتر الخوف. هي دي كاجورا اللي يعرفها، هي دي البنت الغبيه اللي بتضحك كتير وبتاكل اكتر ما بتعمل حاجه مفيده. كل دي تساؤلات جواه مش لاقي لها اجابه، لان كاجورا واضح ان جواها وحش مرعب قوته من قوه اخوها الكبير كاموي ان لم يكن اقوى. وهنا بيحاول شينباتشي يوقفها قبل ما تقتل ابوتو، وبيقول انه هيحميها وبيفضل يكلمها وينادي عليها وبيصرخ بعلو صوته لحد ما بتفوق وبترجع لوعيها. في اللحظه دي بتتكسر الارض من تحتهم وبيقعوا الثلاثه من قمه المبنى، لكن ابوتو بينقذهم وبيضحي بنفسه وبيقول لهم انه بيكره يقتل افراد عشيرته. وهنا بتفضل كاجورا تلوم نفسها على اللي هي فيه وعشان ما قدرتش تتحكم في قوه الياتو اللي جواها، وبتقول انها ما تختلفش كتير عن اخوها القاتل وجماعته، وبتشكر شينباتشي وبتقول ان صوته هو اللي قدر يخرجها من الظلام اللي كانت فيه، وبتبدا تعيط بسبب ضعفها وعدم قدرتها على حمايه اللي بتحبهم، لكنه بيساعدها تقوم وبيواسيها وبيقول لها انهم هيبقوا اقوى في المستقبل. في الوقت ده بنشوف كاموي وهو بيقتل مقاتلات الهياكا بكل وحشيه وهو بيبتسم، وبيقول ان الابتسامه دي مؤشر على نيته للقتل، وبيطمن سيتا وبيقول له انه غير مؤمن بقتل الاطفال لانهم في المستقبل هيكبروا ويبقوا اقوى وساعتها هيقدر يستمتع اكتر بقتلهم. ودلوقتي الوقت اللي هيقابل فيه هينوا اللي سيتا عمل المستحيل عشان يقابلها، وبيفكروا كاموي انها قيدت حريتها بحريته بعد ما وقعت تحت ايد هوسن وهي بتحاول تهرب. وبالرغم من كل ده الا انه خاطر بحياته ورجع للمكان المرعب ده تاني عشان يتكلم
معاها. وهنا بيسمع صوت هينوا وهي بتقول له يبعد عنها وبتزعق له وبتحقر منه، لكنه متاكد انها بتعمل كل ده عشان تحميه وعشان ما يتورطش معاها اكتر من كده. بس دلوقتي جه الدور عليه انه يحميها وينقذها من الحياه التعيسه اللي هي اجبرت عليها، لكنها للاسف مصره على كلامها وبتقول له يمشي من المكان. وهنا بيظهر هوسن وبيرمي له ضفيره شعره وبيقول له ان ده هو الباقي من امه اللي بيدور عليها، لانها بعد ما خلفت قوانين يوشيوارا وحملت من وراهم اكتشفت بعض المضيفات سرها وخبوها وساعدوها لحد ما ولدت، لكنها كانت ضعيفه لدرجه انها ما استحملتش الولاده وماتت بعد ما خلفته. وبالتالي فهينوا اللي محبوسه في الاوضه اللي وراه دي مش امه، ممكن تكون بتحلم انها تبقى ام، لكن مستحيل ان حاجه زي دي تحصل بسبب قوانين المكان. ساعتها بيسمع صوت هينوا وهي بتقول له انها لو فعلا امه فالافضل انه كان ينساها ويبعد عنها بعد ما اختارت انها تبعد عنه، لكنه مصر انها تبقى امه اللي انقذته من جحيم يوشيوارا وخاطرت بحياتها عشان تولده. وفي الوقت اللي بيقرر فيه هوسن انه يقتل سيتا بيظهر جين وبيفتح الباب بسيفه الخشبي وبيكسر الحاجز اللي بين سيتا وهينوا، لكنها برضه بتحاول تبعده عنها عشان تتاكد من حقيقه شعوره تجاهها. بس هو طبعا ما عملش كل ده عشان يجي هنا ويقول لها انه بيكرهها. واخيرا بعد طول انتظار ومعاناه بيقدر سيتا انه يرجع لحضن امه الدافي. وهنا بنشوف كاموي وهو بيبتسم لرؤيه جين اللي كان فاكره مات بعد ما ضربه. ودلوقتي جه وقت القتال بين جين وهوسن عشان يقدروا يخرجوا احياء من المكان، وبيبدي كاموي اعجابه بجين وشجاعته، لكن هوسن بيتعصب وبيهاجمه عشان مستفز، فبيبعد عنه وبيقول انه هيتفرج من بعيد من غير ما يتدخل بينهم. ساعتها بيجهز هوسن وبيمسك سلاحه الخاص بلياته عشان تبدا المواجهه، فلما بيحاول جين يسدد اول هجمه بيصدها هوسن بكل سهوله وبيرد له الضربه، لكنه بيتفاجئ ان جين قدر يصدها. بس واضح ان الهجمه قويه لدرجه انه مش قادر يتحمل اكتر من كده، ودي هي قوه ملك الليل حاكم يوشيوارا اللي لو حاول جين انه يتحرك حركه واحده بس هتدمره وتقضي عليه، لكنه بيقدر يتصرف وبيهرب منه. بس هوسن مش بيديله فرصه حتى انه يرمش، ويبدو كده ان القتال هينتهي بشكل مفاجئ. وهنا بيفضل هوسن يهين ويهين الساموراي عموما، وبيقول ان ضعفهم هو السبب انهم خسروا ارضهم للفضائيين، وان المدينه اللي هم فيها وستاتها وكل من فيها خدم عندهم، او باللفظ اللي هو قاله حيوانات اليفه. وكل ده بيخلي جين يغضب وبيرد عليه وبيقول له ان القتال لسه ما خلصش، وبيطلب من سيتا انه ياخد امه ويهربوا من المكان في اسرع وقت، لكنه بيرفض يمشي من غيره وعايز يساعده لانه بيعتبره من عيلته بعد وفاه جده. لكن للاسف هوسن بينهي الموضوع بضربه منه محمله بقوه الياتو، فبيجري سيتا وبيرجع لهينو عشان ياخدها ويهربوا من المكان، لكنها بترفض تروح معاه وبتقول له يهرب لوحده. وبيتفاجئ سيتا لما بيشوف بعينه انها مش هتقدر تقوم من مكانها بسبب اوتار رجليها اللي هوسن قطعها، وبيفضل يعيط على حالها وانها استحملت كل ده عشان خاطره. وهنا بتقول له انها فرحانه عشان شافته وان كلمه ماما اللي سمعتها منه كفايه بالنسبه لها، وبتقول له يهرب بسرعه من المكان قبل ما يتعرض للخطر. لكن طبعا هوسن مش هيخلي حادثه زي اللي حصلت من 8 سنين تتكرر تاني قدام عينيه، وعشان كده المره دي بيقرر انه يقتل سيتا. ساعتها بيقول له كاموي انه مش متخيل ان واحد زيه كان معلمه في يوم من الايام، لكنه بيقول له انه قدر يوصل للي هو فيه وكل حاجه بقت ملكه بقوته الخاصه، ما عدا حاجه واحده بس ما قدرش انه يهزمها او يحصل عليها، واللي عرفنا من بدايه الانمي انها عدو لياتو الوحيد في العالم، الا وهي الشمس. وبالنسبه له هينوا تمثل الشمس في طلتها وجمالها، وهو قال يتملكها ويكسرها ويحطم روحها عشان ما تبقاش ملك لحد تاني. وهنا بنشوف سيتا وهو شايلها على ظهره عشان يهرب بيها من المكان الموحش ده، وبيقول ان المفروض الابن لما يكبر يساعد امه، وحاجه زي اللي هو بيعملها دي مخليه فرحان فرحه لا توصف. في اللحظه دي بتظهر تسوكيو مع اعضاء الهياكا عشان يحموه ويواجهوا هوسن، وبتقول انهم اتاثروا بجين وكلامه عن الحريه وان الشمس هتشرق في يوم من الايام على يوشيوارا. ساعتها بيفوق جين وبيمسك سيفه وبيقول لها ان الشمس اشرقت بالفعل في المكان كله لدرجه انه ما قدرش ينام بسببها، وبيقول انها اتاخرت عليه وعشان كده الغليون بتاعها بقى كله دم. وكل الكلام والنظرات بتاعتهم اللي كلها امل دي بتخلي هوسن يتعصب، فبيهجموا عليه من كذا اتجاه لكنه بيصدهم بكل سهوله وبيبعدهم عنه، وبيكسر سيف جين بايده وبيبعدوا عنه برجله، وبيبدا يهزم الهياكا واحده ورا الثانيه. واثناء القتال بيحس جواهم بروح هينوا اللي كان بيحاول يكسرها ويتملك منها، وعشان كده في كل مره هيشوف فيها النظرات دي او الروح القويه دي في اي حد هيمحيه من على وش الدنيا. في الوقت ده وسيتا بيهرب مع هينوا بيقابلوا الهياكا المخلصين لهوسن، وبيبدا اعضاء الهياكا المتمردين يقتلوهم. وهنا بتقول هينوا ان المكان ده هوسن بناه مش عشان يبقى جنه تحت الارض، هو بناه عشان يستخبى من الشمس لانه مش بيخاف من اي حاجه اكتر منها. وبتقول ان المكان ده في الاصل كان ميناء لتصنيع سفن الحكومه، وبالتالي في فتحه في قمه المكان بيخرجوا ويدخلوا منها السفن، وعشان كده لازم سيتا يوصل لغرفه التحكم عشان يفتح باب القفص اللي هم محبوسين فيه ويسمح للشمس بالدخول. وفي طريقه بيقابل شينباتشي وكاجورا اللي هيساعدوه يرجع الشمس من تاني ليوشيوارا. وهنا بنشوف جين وهوسن وهم مبهدلين بعض ومتصابين اصابات خطيره، وبيفضل جين متمسك بالحياه ومحافظ على وعيه قصاد الوحش المفترس اللي بيواجهه، عشان لو اتهزم على ايده فمصير كل اللي ساعدوه هيبقى الموت. وبعد ما بيتكسر سيفه بايد هوسن بيواجه له ضربه قويه بسيفه الخشبي بيحط فيها كل قوته، وبيفضل يهجم عليه هجمات متتاليه عشان ما يديلوش الفرصه انه يرد له الهجوم او حتى يتنفس، لانه لو وقف ضرب فيه مش هيلاقي فرصه تانية زي دي. لكن هوسن طبعا مش هيستسلم لساموراي كان لسه بيبعتر كرامته في الارض من شويه، وقبل ما يرد الهجوم لجين
جين بتهجم عليه تسوكيو وزميلاتها بالكوناي عشان يوقفوه، ولما بيفتكروا انهم هزموه بتلاقي تسوكيو مجموعه من الكوناي متجهه ناحيتها عشان يخلص منها، الا ان جين بينقذها وبيتلقى الهجوم مكانها. وبيقول هوسن ان شويه اللعب دي مش كافيه لاضعاف ملك الليل، وانهم كان المفروض يفضلوا عايشين زي الحيوانات تحت ايده بدل ما يموتوا نظرات اليأس على وشهم، والحاجه الوحيده اللي ممكن تكسرهم وتخليهم ما يكملوش القتال هو انه يقتل جين قدام عينيهم. وعشان كده بيقرر جين انه يقدم حياته مقابل انه يعفو عنهم، لكن هوسن استحاله يقبل بحاجه زي دي، وبمجرد ما يخلص عليه هيجي دورهم عشان يموتوا على ايده. في الوقت ده سيتا مع شينباتشي وكاجورا في طريقهم لغرفه القياده، ولما بيظهر قدامهم الهياكا المخلصين لهوسن بتهزمهم كاجورا وبيكملوا طريقهم. وهنا بيحاول سيتا يستخدم المقبض عشان يفتح البوابه للسطح، وشينباتشي وكاجورا بيمنعوا الهياكا بكل قوتهم انهم يوصلوا له. في اللحظه دي بيحس سيتا بدعمهم ليه ووجودهم جنبه، وبيقدر في النهايه انه ينزل المقبض وبيفتح البوابه. ساعتها بيتعرض هوسن لضوء الشمس عدو الياتو اللدود، وبيبدا جسمه يتحرق، وبيسدد له جين الضربه القاضيه عشان تكون دي هي نهايه ملك الليل هوسن وحاكم الظلام الاقوى لمدينه يوشيوارا. فبيبدا يفتكر بنت صغيره كانت مستغربه هو ليه بيخاف من الشمس، لدرجه ان الراجل اللي بيرعاها كان بيضربها عشان رسمت رسمه للشمس في السماء عشان تقدمها له. ساعتها قالت له يستحمل الظلام اللي هو عايش فيه، لانها في يوم من الايام هتخليه يتصالح مع الشمس، ولما يجي الوقت اللي هتشرق فيه الشمس عليه ساعتها هتقدر بحرارتها انها تدفي البروده اللي في قلبه. وهنا بيقول بالرغم من ان الشمس ما زالت في السماء بتبص له باستصغار الا انه شايف المنظر جميل. فبيقول له كاموي ان اللي هو فيه ده بسبب انه كان مفتقد الشمس، وعشان كده حبس كل الستات دي في مكان مظلم تحت الارض بعيدا عنها عشان يوهم نفسه انها مش هتقدر توصل له، وده خلاه مع الوقت يقع في حب البنت اللي بتفكره بالشمس. لكنه بيقول انه مش مهتم بالحاجات دي، واكتر حد عارف كده كويس هو كاموي، لان هما الاثنين ما يعرفوش في حياتهم غير القتال اللي بيعبروا بيه عن حبهم وكرههم. وبيقول له في النهايه بعد ما يعجز هيبص وراه ويلاقي ان حياته كانت بلا هدف، لدرجه ان اكتر حاجه بيحبها هيكرهها فيه بسبب عنفه، وكل ما هيتعلق بيها اكتر كل ما هيأذيها ويخليها تبعد عنه. وفي الوقت اللي بتنتهي فيه حياه هوسن وبتبدا الدنيا تضلم في وشه، بيظهر ضوء الشمس اللي بتنور له دنيته، وبيلاقي نفسه بين ايدين هينوا. وبنعرف هنا انها تبقى البنت الصغيره اللي شفناها من شويه لما بتقول له ان دي هي الشمس والسماء اللي وعدته انها توريهم له في يوم من الايام، وبتحاول تواسيه وبتقول له انه مش شخص سيء ولا حاجه، هو بس كان عايز فرصه عشان يحس فيها باشعه الشمس على جسمه، وخوفه منها هو اللي خلاه يبني المدينه دي وحبس كل الناس دول فيها. وفي الوقت اللي كلهم واقفين ساكتين وسامعينها وهي بتقول الكلام المؤثر ده وبتعيط عشانه، بيقطعها كاموي وبيحييهم على الاداء الرائع، وبيقول انه ما كانش متوقع انهم يهزموا ملك الليل هوسن، وان حاجه مذهله زي دي خلته يستمتع. بس الظلام اللي مغطي يوشيوارا مش بيتمثل في هوسن لوحده، بل بالعكس يوشيوارا في الاصل تحت سيطره الحكومه او الهاروسامي بشكل اصح، وعاجلا ام اجلا هيظهر ملك تاني عشان يحكم المدينه بعد هوسن. فهل ممكن يكون عندهم القوه الكافيه انهم يقاتلوا الملك ده عشان ينقذوا المدينه؟ لو هيقدروا فعلا فهو واقف قدامهم اهو مستعد للقتال مع اي حد. وفجاه بتظهر كاجورا وبتقول انها عايزه تقاتله عشان تصلح سلوكه المعوج، وهو طبعا هنا متفاجئ انها قدرت تهزم ابوتو. فبيقول لجين انه لازم يقوي من نفسه اكتر من كده لانه حاليا مش ند ليه، وبيطلب منه يدرب كاجورا عشان تبقى اقوى هي كمان، وده ببساطه لانه مش هيستمتع وهو بيقتل شويه مصابين وهم في حاله ضعف، وبيمشي من المكان على امل انهم يبقوا اقوى في المستقبل عشان يستمتع وهو بيقتلهم. وهنا بنشوف ابوتو بعد ما قدر ينجو من السقوط، وبيقول له كاموي انه مش مهتم بصحبه الخاسرين امثاله، بس مش مهم الانتقاد ده لانه كان بيواجه واحده عندها القدره انها تهزم ملك الليل لوحدها، وكاموي عارف ومتاكد من حاجه زي دي كويس قوي، لكن برضه هي لسه مش في كامل قوتها. ده غير ان ابوتو لم يظهر ولو جزء صغير من قوته الحقيقيه، وكل ده عشان حبه للياتو زي ما قال قبل كده انه ما بيحبش يقتل افراد عشيرته. ده غير انه شاف ان موهبه زي كاجورا ما تستحقش انها تختفي وهي لسه في بدايتها، وده هو نفس الشعور اللي حس بيه لما شاف كاموي للمره الاولى. وفي لحظه غضب من كاموي ورغبه قويه منه انه يقتل ابوتو بيمسك نفسه وبيغير رايه لانهم في النهايه شبه بعض، عشان هو كمان عفى عن جين لانه شايف في حاجه مش موجوده عند حد، لان بالرغم من جسمه الضعيف وروحه الهشه الا انه قدر يهزم ملك الليل هوسن، ومهما وقع على الارض او اتصاب كان بيقوم وبيكمل. وكل ما كانت اليد العليا لصالح هوسن كل ما كانت عزيمته بتكبر، وقدر في النهايه انه يخرج منتصر من القتال ضد واحد من اقوى القتله في العالم، وكل ده مخليه متلهف لليوم اللي هيواجهه فيه عشان يقضي عليه بنفسه. وعشان كده هو عفى عن ابوتو عشان يقنع الحكومه وقاده الهاروسامي انهم يبعدوا عن جين واصدقائه، وده واجب عليه لانه وعده قبل كده انه هيساعده عشان يبقى ملك القراصنه، حته كده لوفي وزورو في النص. بعدها بنشوفه ميبوزو وهو عند قبر هوسن على البحر تحت اشعه الشمس، وبيقول ان ده هو المكان المناسب ليه. ولما بيظهر جين بيقول له ميبوزو انه ما كانش متوقع انه بالقوه دي، بس جين لو كان لوحده ما كانش هيقدر يهزمه بسبب قوته الغاشمه الصادره من دم الياتو. بس كاموي مش شايف كده، لانه بيقول للكل ان جين هزم هوسن لوحده، والسبب انه رحل عن يوشيوارا وما فرضش سيطرته عليها هو جين ومفيش اي سبب تاني. بعدها بيرجع جين لكاجورا وشينباتشي اللي بيقول ان المهمه تمت بنجاح، لكنها بتمسك فيه وبتقول له انت بتقول ايه يا غبي؟ الناس دي واصله ويقدروا يعملوا اللي هم عايزينه في المكان ده في اي وقت. لكن جين بيطمنها وبيقول لها ان طالما هو حي فمحدش هيجي ناحيه يوشيوارا، بس ليه كل
كل اللي عايشين هنا ما يرجعوش للسطح ويعيشوا حياتهم بحريه. ساعتها بتقول لهم تسوكي ان كل اللي في المكان ده اتباعوا وهم صغيرين لهوسن، وده خلاهم ينسوا معنى الحريه، والعيشه على السطح بقت مستحيله بالنسبه لهم. وعشان كده هينوا قررت انها تفضل في المدينه عشان تبني شواره جديده يقدروا يعيشوا فيها بسلام. نروح بعدها الليله مقمره ونشوف هيجيكاتا وهو طالع من دولاب في اوضه غريبه ومظلمه، ومش لوحده، ده سوجو كمان معاه، وهما الاثنين مربوطين بسلسله واحده ملفوفه حوالين عمود. للي ما يعرفش ايه ده، دي تريقه على سلسله افلام رعب اسمها سو. وبيقول له سوجو ان المكان ده اكيد بعيد عن اي ناس لانه زعق بعلو صوته ومحدش رد عليه. وفجاه بتشتغل شاشه بتعرض لهم الشخص اللي خاطفهم اللي اسمه جيجزو، واللي بيرحب بيهم في لعبه الموت. بيقول لهم انه معجب بالشينسينجومي وقوه الروابط اللي بينهم، وانه كان دايما بيتابع اعمالهم ومهماتهم، وهم هنا النهارده عشان يختبر قوه الروابط دي. اللعبه هتبقى عباره عن انهم يحاولوا يخرجوا من المكان وينقذوا زمايلهم في المقر، لان في قنبله مزروعه هناك في غرفه الاتصالات. بس الاول لازم يفكوا السلسله اللي ربطهم دي، واللي مفتاحها موجود في اخر الممر. بس في الوقت اللي هيجيكاتا بيبدا يعترض على الكلام الفارغ ده، بيقرر سوجو انه يضحي بيه عشان يوصل للمفتاح. ساعتها بيقول لهم جيجزو ان اللعبه دي هدفها ان واحد منهم يضحي بالتاني عشان يقدر يخرج حي من المكان، وان بمجرد ما واحد منهم يفك الطوق اللي حوالين رقبته هينفجر الطوق التاني في نفس اللحظه. ساعتها بيقرر هيجيكاتا انه يلحق يجيب هو المفتاح قبل ما سوجو يوصل له، وبيفضلوا هما الاثنين يتصارعوا، كل واحد عايز ينقذ نفسه، وبيسيبهم جيجزو مع بعض وبيروح يتعشى. فبيروح سوجو يعمل حمام عشان بقالهم يوم كامل مخطوفين، وبيروح هيجيكاتا يعملها هو كمان، لكنه بيفتكر ان سوجو بيشتغلوا عشان يغفله وياخد المفتاح. فبيقوم قافل السوسته على حماده، وبيطلع سوجو مش بيشتغل ولا حاجه. ولما بيخلص بيبص على اللي هيجيكاتا عمله، بيلاقي 3 نقط دم على الارض. وتاني يوم بيبداوا يكسروا في السلسله عشان يفكوها. ساعتها بيظهر جيجزو وبيقول لهم ان مفيش حاجه في المكان غير المفتاح تساعدهم يهربوا، وبيقول لهم ان فاضل اقل من 60 ساعه على انفجار المقر. ولما بيحاول هيجيكاتا يعرف موضوع الراجل ده، بيفضل جيجزو يعظم في نفسه وبيدي لنفسه حجم اكبر من حجمه، لحد ما امه بتدخل عليه الاوضه وبتقول له يلا عشان ما تتاخرش على المدرسه. وبيرجع سوجو يكسر في السلسله تاني، وهيجيكاتا مقلق منه لا يغفله وياخد منه المفتاح، او انه يضربه على راسه بالطوبه اللي في ايده. لكن سوجو هو كمان مقلق منه ومش عارف هو ليه مش بيحاول يغدر بيه. وهم هنا واقفين قدام بعض في تفكيرهم، وكل واحد منهم مستعد يقتل التاني بمجرد ما يغدر بيه. وده هو هدف جيجزو انهم يخلصوا على بعض، وعشان كده بيقرروا برضه جوه تفكيرهم انهم يعملوا الصح للنهايه، وكل واحد فيهم مستني التاني يغلط عشان يقدر يعاقبه. وهنا بيفضلوا يقولوا انهم هيناموا عشان يدوا فرصه لبعض للخيانه، لكنهم بيقرروا في الاخر انهم هيناموا هما الاثنين، او يعملوا نفسهم نايمين بمعنى اصح. ولما بيقوموا بيبصوا على الساعه وبيتصدموا ان عدى نص يوم من غير ما يدوقوا طعم النوم. ساعتها بيظهر جيجزو عشان يشوفوا هم قرروا يضحوا بمين فيهم، لكنهم بيقولوا له انهم هيهربوا من المكان سوا. ساعتها بيقرر يدخل لهم الوحش اللي هيخليهم يقلبوا على بعض، وده الكلب بتاعه كيكزو اللي بيحب ياكل الحاجات اللي بتلمع زي المفتاح مثلا. وفعلا بياخد المفتاح وبيتصدموا هما الاثنين، فبيجري هيجيكاتا عليه قبل ما يهرب، وبيقدر انه ياخد المفتاح. فبيتحرك سوجو عشان يقتله على خيانته زي ما كان بيقول من شويه، لكن هيجيكاتا بيرمي المفتاح من الشباك وبيقول له ان كده المفتاح بقى في امان من الكلب. فبيظهر جيجزو وبيقول لهم ان في اداه ممكن تساعدهم في الدواليب اللي في الاوضه، لحد ما ابوه بينادي عليه باسمه وبيقول له اخرج لي يا حيوان، انت ما رحتش المدرسه ليه النهارده؟ فبيضطر يقفل عشان ما يتفضحش اكتر من كده. بعدها بيلاقوا الحاجه اللي هو قال عليها ممكن تساعدهم، وبتطلع حلويات محطوطه في ثلاجه، وبيفضلوا يتخانقوا هما الاثنين مين اللي هياخد النص اللي فيه العقده ومين اللي هياخد النص اللي تحت. لكنهم يدوروا تاني في الدواليب لحد ما بيلاقوا منشار في واحد منهم، لكن طلع ملوش لازمه وما قدروش يقطعوا السلسله بيه. وفي النهايه بينهار سوجو من التعب والجوع، وبيقول لهيجيكاتا يقطع راسه بالمنشار عشان يقدر يهرب من المكان وينقذ الشينسينجومي. لكن هيجيكاتا بيرفض وبيقول له انهم لازم يخرجوا من المكان سوا، فبيضطر سوجو يتصرف وبينهي امره بنفسه. ساعتها بيشيلوا هيجيكاتا وبيفضل يشد في السلسله وبيطلع الغضب اللي جواه، وبيقدر انه يكسر العمود، لكنه هو بيحاول يهرب من المكان بيدوس على ارض مكسره وبيتحط في الموقف ده. وهنا بيقوم سوجو وبيخلع الطوق من على رقبته وبيقول له بقى خلينا نلعب مع بعض تاني، وبيطلع كل ده لعبه منه عشان يتسلى شويه بما انه شخص سادي بيستمتع بتعذيب الناس، وبيقول ان المره الجايه ممكن يخطف جين عشان يشوف هيتصرف ازاي في حاجه زي دي. وبكده يكون خلص فيديو النهارده يا ابطال. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس. مستنوني في فيديو جديد وملخص جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.